حبايب قلب الإدارة عاملين ايه؟ أتمنى أكون بخير وبصحة وبسلام. رجالة تانية ثانوي، رجالة تانية ثانوي، رجالة تانية ثانوي، حبيب خاله المراكم، حبيب خاله اللي مش عارف يعمل ايه في امتحان الشهر. الفيديو ده مهم لثلاث أنواع من الطلبة. النوع الأول وهو حضرتك ما فتحتش كلمة عشان أنت راجل كاريزما وما كنتش بتحب التاريخ وإن أنت طالب علمي أو أنت طالب أدبي وكسلت. فالفيديو ده هيفرق مع حضرتك في حاجات كتير. اما تاني نوع من الطلبه وهو طالب عندنا على المنصه مثلا او عند مدرس غيرنا وراكم محاضره او اتنين او تلاته فمش ملاحق يا عيني يعمل اي حاجه وامتحان الشهر قرب. اما تالت طالب وهو الطالب الشاطر اللي هو مش محتاج حاجه غير ان حد ياكد عليه المعلومه بشويه اسئله وملخص لذيذ. فاحنا عملنا لك فيديو منقسم لحاجتين. جوه الفيديو اللي حضرتك تتفرج عليه دلوقتي في حاجتين. اولا ملخص شرح، هنشرح الكلام من اول وجديد ولكن بطريقه ملخصه واهم الاستنتاجات اللي يقدر يجيب فيها عليها اسئله في الامتحان. تاني حاجة هنبدأ نحل مع حضرتك على المحاضرة عشان نثبت المعلومة في دماغك أكتر وأكتر. هتلاقي عند حضرتك في الوصف البي دي اف الشرح والحل مجانا لكل طلبة الجمهورية. حمله يا بطل ويلا بينا توكل على الله. يلا حبيب خالو. حبايب قلب الإدارة عاملين ايه؟ أتمنى تكون بخير وبصحة وسلام. رجالة الإدارة في كل مكان، رجالة الإدارة في محافظات مصر، أهلا بيك يا حبيب خالو في مراجعة امتحان الشهر. زي ما قلت لحضرتك من شوية إن المراجعة دي بتنقسم لجزئين، شرح وحل، وحابب أكد على حبيب خالو ان عند حضرتك ملف الشرح والحل هتلاقيه عند حضرتك في الوصف او في الكومنتات. خش حمل ويلا بينا نعمل احلى مراجعه تستاهل عيون خيال حبيب خيال. اول حاجه كان بيتكلم فيها الدرس الاول كان بيحكي عن بعض المدن وبعض الممالك. واول حاجه اتكلم معاها حضرتك قلت لك كان عندي مملكه او مدينه اسمها معين. مالها؟ اتوجدت فين او نشأت فين؟ قال لي اتنشأت في حته اسمها الجوف. ويعني ايه جوف يا مستر؟ قال لك منطقه منخفضه، منخفضه عما حولها، منخفضه عما حولها. ودي كانت الجوف دي، الحته اللي اسمها الجوف دي كانت اخصب منطقه في اليمن. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه يا استاذ الغالي؟ بص يا حبيب خالو، الحته اللي اسمها الجوف دي حته منخفضه عما حولها. يعني مثلا تلاقيها عامله كده. الحته اللي هنا انا بديك مثال خصبه جدا جدا في اليمن. فتلقائيا يا استاذ الغالي هيمارسوا حرفه ايه؟ الزراعه. جميل جميل. وقال لك العاصمه قرناو. جميل. الاسئله ما بتجيش هنا كتير، بيحب يرخم في اللي جاي. سبأ. مالها سبأ؟ بص مملكه سبأ الاشهر. الاشهر مين؟ سبأ. انا عندي سد اسمه سد مأرب. ماله السد ده؟ انهار. فلما السد انهار قال لك حصل هجرة. ازاي يا استاذ الغالي؟ ادي شبه الجزيرة العربية، ادي شبه الجزيرة العربية. انا عندي هنا اهل اليمن اللي هم فيها سبأ. خلاص حلو. فلما انهار السد احنا عملنا هجرة. رحتوا فين؟ قال لك جزء راح الحجاز، جزء راح العراق، وجزء راح الشام. حلو كده. الشام اللي هي كانت فين؟ على البحر المتوسط، يعني هيروحوا كده. جميله مستر. فالهجره دي اسميها ايه؟ بص، صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مجرد ما حضرتك كنت قاعد في سبأ فانت ليك طباع وخصائص معينه. صح. هاجرت ورحت في مكان ناس ليهم طباع وخصائص معينه. حصل. فلما تروح انت وتأثر وتختلط مع الخصائص دي انت كده عملت تغير ديموغرافي. مستر، هو يعني ايه اصلا ديموغرافي؟ كلمة ديموغرافيا في علم الجغرافيا هو خصائص السكان، هو علم خصائص السكان. فمعنى حضرتك رحت مكان كان فيه خصائص معينة وانت ليك خصائص، رحت انت بوظت الخصائص دي، انت غيرت من الخصائص اللي موجوده. كان في خصائص معينه يا حبيب خالو، هجرتك غيرت الديموغرافيا اللي هناك، هجرتك غيرت خصائص السكان اللي هناك. جميل يا عم جميل. طب مستر، تيجي نعلي شويه استنتاجات؟ تعالى حبيب خالو، تعالى حبيب خالو. ومش مكتوبه في الملخص. بص بقى الشغل العالي. احنا الهجره دي لاسباب، قول له اقتصاديه. يعني ايه اسباب اقتصاديه؟ احنا السد انهار واحنا شغالين في الزراعه، فلما هاجرنا عشان بندور على منطقه فيها زراعه بس. جميل. خلي بالك بقى يا حبيب خالو، الناس دول اللي هم سبق عندهم ملكه مشهوره اسمها بلقيس. دي ذكرت في القرآن في عهد سيدنا سليمان. تمام.
يحب يرخم ويجيب اسئله عليها ازاي؟ تعالى، اولا هيجي يقول لك ليها دور سياسي، ازاي مسكت الحكم؟ فين؟ مع اهل سبأ، هي اللي مسكت مملكه سبأ، هي اللي مسكت مملكه سبأ. حلو قوي، وده اسمه دور سياسي. خلي بالك يا حبيب خالو، اللي جايه حلوه، اللي جايه حلوه. سد مأرب ماله؟ ده دليل على تطور العماره والهندسه. ان يا استاذ الغالي حضاره لسه قايمه، وحضاره بدائيه، بدائيه في الصحراء، ما يعرفوش اي حاجه، ما فيش تطور، وان هم يبنوا سد، ده دليل ان انتم متطورين في علمين، يا اما علم الهندسه يا اما العماره. عايز الادق؟ اختار الهندسه. طب ما لقيتش هندسه؟ اختار العماره. طب لو لقيت الاثنين يا مستر اعمل ايه؟ خد الهندسه، لان اي بناء بيحتاج لعلم هندسه، اي بناء يحتاج لعلم هندسه. خلاص يابا، جميل. خلي بالك بقى، عايز اقول لحضرتك ان سبأ هي ام الحضارات. يعني ايه مستر ام الحضارات؟ عن طريقها لما رسمت لك خريطه شبه الجزيره العربيه دي، وقلت لك ان انا كان عندي هنا اهل اليمن عملوا هجره. احنا ما كانش في حضاره في العراق، ما كانش في حضاره في الشام، ما كانش في حضاره في الحجاز. يعني ايه مستر؟ دي اقدم الحضارات، اليمن اقدم الحضارات، اليمن اقدم الحضارات. بقيت شبه الجزيرة عبارة عن قبائل. دلوقتي لما حصل هجرة للعراق اتأسست مملكة اسمها ايه؟ حمير. لا لا لا، ما تدمجش ما تدمجش، ما تسبقش. حمير لسه انا عايزها دلوقتي. مش المملكة اللي اتعملت هناك مش حمير يا قلبي، اسمها الحيرة. حلو. ولما رحنا هناك قال لك كان عندي هاخد دلوقتي لسه معاك الغساسنة، والغساسنة دول قبائل جايين من هنا برضه. وبرضه رحنا في الحجاز. الله، انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الحضاره اللي هنا واللي هنا واللي هنا مين عملها؟ اهل سبأ. طب عملوها ازاي؟ بسبب الهجره، بسبب الهجره. خلي بالك يا حبيبي خلو بالله عليك من النقطه دي. حلو. حمير المعلومات اللي عليها، هي فيها تعدد مسمى مقر الحكم. يعني ايه؟ العاصمه كانت بتسمى ريدان او ظفار. حلو. وده اسمه تعدد في مسمى مقر الحكم. او اقول لك على حاجه اعلى، ده دليل على الثراء. يعني ايه دليل على الثراء؟ ان اللي يبقى عاصمه ليها مسميين، ده دليل ان انتوا عايشين في حياه فيها ثراء وترفه. جميل جميل جميل. خلي بالك بقى، مملكه حمير مالها؟ عصرة المسيحيه. ليه؟ لان هي من 115 قبل الميلاد الى 525 ميلاديا. معنى كده ان حمير مالها عصرة ظهور المسيحيه، عصرة ظهور المسيحيه. خلي بالك يا حبيب خالو، جميل. مالها؟ مشهوره بايه؟ بالتجاره. ليه؟ بسبب موقعها. لو اخدت بالك من خريطه شبه الجزيره، ما وراناش غيرها هنرسمها. انا ما وريش غيرها هرسمها النهارده، هي الكلام كله عليها. انا اليمن. حلو. عايزه ايه؟ قالت لي بص. ايه ده عايز يعني يا مستر؟ شايف النقطه الثالثه دي؟ قالت لي انا حمير موقعي على البحر، فطبيعي هيبقى نشاطي ايه؟ تجاري. اوكي يا عمنا، جميل. تعالى بقى نشوف، كان في مدن في غرب الجزيره زي اولهم مكه، وكان عندي يثرب، ولكن هنبدا بمكه. الاسئله اللي يحب يرخم عليها في مكه يجي يقول لي استاذ غالي ليها اهميه دينيه. ليه؟ كان فيها الكعبه. وهي الكعبه ليها اهميه دينيه يا مستر؟ ده انت بتتكلم في المنهج قبل ظهور الاسلام. استاذي الغالي لو اخد بال حضرتك ان هناك كانت الكعبه فيها اصنام، وكان فيها كمان موسم حج، بيروحوا يحجوا للاصنام دي ويعملوا الشعائر بتاعتهم، فكانت الكعبه ليها اهميه دينيه. ده قبل ظهور الاسلام، خلي بالك انا عارف. حلو. ليها اهميه اقتصاديه. ليه؟ دي موقع جغرافي. مكه ليها موقع جغرافي. ازاي؟ طريق التجاره اللي حصل، طريق القوافل التجاريه بين الشام واليمن. ادي خريطه شبه يا لهوي يا ابويا مستر، طب ما كنت جبت خريطه شبه الجزيره معاك في كل حته. معلش ادي خريطه شبه الجزيره واحنا في الغرب هنا وكده. حلو. وادي مثلا مكه، طريقها او موقعها. انا عندي علاقه هنا بين الشام، قافله تجاريه هنا هتطلع تروح اليمن هنا، فطبيعي هتعدي على مكه. شكرا، خلص. فهي ليها اهميه اقتصاديه. ليه؟ موقعها الجغرافي. على ايه؟ على طريق التجاره بين الشام واليمن. بارك الله في مرض. ولكن خلي بالك، الحته دي عباره عن صحراء، يعني مكه تخلو من الزراعه، يعني ما فيهاش زراعه. يعني هي منطقه صحراويه. خد بالك من النقطه دي. اما يثرب هي واحه زراعيه،
يثرب فيها زراعه، مع ان يثرب في الغرب برضو ولكن دي واحه زراعيه، اذا ليها اهميه اقتصاديه. وليها اهميه اقتصاديه برضو مش عشان الزراعه بس، عشان هي ليها موقع على طريق القوافل بين مكه واليمن والشام. نفس النقطه اللي لسه شارحينها في مكه عند يثرب برضو. مستر ينفع اقول في تشابه؟ ايوه، ينفع اقول ان مكه بتتشابه مع يثرب في ايه؟ في الاهميه الاقتصاديه او الاهميه التجاريه، الاهميه التجاريه او الموقع، اهميه الموقع الجغرافي. يبقى الاثنين بيتشابهوا في ايه؟ اهميه اقتصاديه. الاثنين بيتشابهوا في ايه؟ في الموقع. الاثنين بيتشابهوا في ايه؟ في الاهميه التجاريه. صعب الكلام يا ابويا؟ حلو. سبحان الله، كاتبه لك اهو. سبحان الله سبحان الله. لا شغل عالي، اقسم بالله شغل عالي. احنا تعبنا يمكن بايام عشان نعمل لك ملخص زي ده، واللي حط لنا الحاجات دي برضو في ديزاينات وحاجات حلوه، برضو الناس دي تعبت والله يعني. ربنا يبارك في كل الناس اللي اشتغلت. قول امين يا ابني، قول امين يا ابني، قول امين يا حبيب قلبي. عندي بقى ممالك شمال الجزيره العربيه. فين يا مستر؟ عيوني يا لهوي يا مستر، خريطه شبه الجزيره تاني. سبحان ربي سبحان ربي، ما ورناش غيرها. لكن البحر المتوسط ده كده عالي قوي. بص بقى يا قلبي، الجزء اللي انا هتكلم عنه النهارده هو هنا كده. مالهم؟ قال لي انا عندي اتنين، واحده اسمها الغساسنه هنا، وواحده اسمها هنا الحيره. مستر خير، دول مين؟ بلاد الشام. ودول مين؟ بلاد العراق. واحده 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 واحده، خلي الخريطه قدام عيونك. يلا بينا، لو اتمنى ترسمها كده وتكتب معايا. يلا بينا. الغساسنه اشهر حاجه عندهم مين دول؟ قال لي اصلا دول قبائل الازد. قبائل الازد. المهم انا عارفك بصمجي، عارفك بصمجي، ما بيفرقش معاك النطق، المهم ان انت اصلا ما بتنساها. بص، مش هيسالك يقول لك ان الغساسنه دول هم اهلها قبائل الازد او الازد. يا عم ماشي، المهم القبائل دي يا قلبي جايين منين؟ قال لي يا مستر جايين من اليمن بعد انهيار سد مأرب. الله، يعني انت قصدك ان الغساسنه اللي هنا اصلهم من اليمن هنا، ولكن راحوا هنا بسبب انهيار السد. سبحان الله، انت شرحها جديده يعني يا مستر؟ لا، ما انا كده هاجي اقول لك ايه؟ كده هاجي اقول لك ايه؟ ان الغساسنه ذات اصل عرقي يمني، يعني اصلهم من اليمن. حلو، خلي بالك عشان هحتاجها. جميل. قال لي العاصمه تعددت ثم انتقلت الى الجابيه بالجولان. مش هيسال في دي، هيسال في الحته اللي جايه. قال لك جبل ابن الايهم. الراجل ده مهم 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 مهم، اقعد اعمل عليه بالهايلايتر للصبح. ليه؟ سند الروم. مين الروم؟ قال لي الروم دول الناس اللي في البحر المتوسط. خلي بالك الروم كانوا بيسيطروا على البحر المتوسط، وصلت لدرجه ان هم سيطروا على البحر المتوسط من جميع النواحي، بقى اصبح بحيره رومانيه يا جدع. كانوا بيسموه بحيره رومانيه من كتر سيطره روما على كل الحدود اللي بتطل على البحر المتوسط. طب يا مستر، ايوه يعني هو ساندهم ليه؟ بص يا قلبي، ساندهم لاسباب كتيره. واحد، انا قاعد هنا وانتوا الروم قاعدين هنا، هينفع يا استاذي الغالي اساند حد غيركم؟ لا، ده انتوا جنبي. ولكن عايز الادق، قول له بيساندهم بسبب الولاء السياسي او السياسه الخارجيه. يعني ايه ولاء سياسي؟ انا ولائي ليهم. طب هو انت ولائك ليهم ليه؟ قال لي بسبب موقعها الجغرافي. يبقى انا جبل ابن الايهم عندي ولاء سياسي، عندي سياسه خارجيه. ولاء سياسي او سياسه خارجيه مع مين؟ الروم، بسبب موقعها الجغرافي. هم جنب مني، هم جنب مني. طيب تعال نشوف الحيره عشان هنعمل مقارنه بين الاثنين. جايين منين؟ قال لي برضه يا مستر من اليمن نتيجه انهيار سد مأرب. يعني انتوا كمان جايين من هنا نتيجه انهيار السد؟ يعني انتوا ذات اصل عرقي يمني. اصل عرقي يمني. يعني انا اقدر اقول يا مستر ان الحيره والغساسنه يتشابهوا في ان هما الاثنين ذات اصل عرقي واحد. جايين منين؟ من اليمن. جايين منين؟ من اليمن. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. اللي بيسال في اللي جاي، النعمان ابن المنذر راح ساند الفرس، ايه الدولة الساسانية، ايه الدولة الفارسية. فين؟ النعمان ابن المنذر ساند الفرس. يا نعمان فين مملكتك؟ هنا يا مستر. دي الحيرة يا مستر. طب فين الفرس؟ هنا يا مستر. ده الخليج العربي، ده الخليج. بص عشان بس احنا الرسمة كترت مننا. ده الخليج العربي. انا هنا الفرس،
انا هنا الفرس. بص بقى احنا كده ايه، لغوشنا خالص. تعالى يا حبيب خالو، تعالى يابا، تعالى يابا ولا يزعلك، تعالى يا سلام نرسم لك الرسمه تاني. بص بقى اهو، وادي الحيره، وادي مين دي الحيره هنا، وادي دول مين الايه الفرس. خلاص يا ابويا، خلاص يا ابويا، حلو. يا نعمان امر يا مستر. هو انت ساندت ليه الفرس؟ قال لي ولاء سياسي. برضو سياستي الخارجيه كده. طب وده بسبب ايه؟ موقعي الجغرافي. اديك مثال. هل هينفع استاذ الغالي ابقى انا قاعد هنا والفرس جنب مني واروح اساند الروم اللي الفرس اصلا بتكرههم؟ ما طبيعي الفرس هيخش يقضي عليا، ما عشان انا جنب منه. هل ينفع احنا بقى الغساسنه اللي احنا القبائل دي مالها، هل ينفع احنا يا مستر يبقى جنب الروم ونروح نساند الفرس اللي هم اصلا الروم بيكرهوهم؟ ما طبيعي يا مستر الروم هيقضوا عليا. فاذا انا بساند اللي جنب مني، بساند اللي جنب مني، وده اسمه موقع جغرافي، وده اسمه موقع جغرافي. يبقى انا جبل بن الايهم وانا النعمان بن المنذر نتشابه في الولاء السياسي. بص انا مش هكتب، انا كفايه عليا كده الصراحه، عشان انا كتبتهم قبل كده في الملخص ده فجايبهم لك هنا عشان اكون صريح معاك. انت الملخص ده يا راجل انت لو قعدت، بس برضه لازم يتشرح لك فيه معلومات عشان انت ايه بصمجي، لو قعدت قريته وفنطته بما يرضي الله، بما يرضي الله، هتلاقي في شغل متعوب قوي وحلو قوي وجميل قوي، عشان احنا بنقدم حاجه حلوه قوي وجميله قوي ورايقه قوي، بنقدم عظمه هنا على البورد هنا. اسمع يا حبيب خالو، بص بقى. جبله يتشابه مع النعمان ان الاثنين اصل عرقي واحد جايين من اليمن. انهيار سد مأرب، انهيار سد مأرب. اقول لك على حاجه، احنا الاثنين اختلفنا في ايه؟ في الولاء السياسي او السياسه الخارجيه. السياسه الخارجيه مستر، هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ما انت لسه شايف. انا جبله، انا جبله ساندت مين؟ الروم. احنا الغساسين الناحيه دي ساندت الروم، وانا النعمان جنب الفرس ساندت الفرس. فكده في نقد، بص في نقد بيتقدم ليهم ان الاثنين فضلوا الولاء السياسي عن الاصل العرقي. بقى يبقى انتوا الاثنين من اليمن، انتوا الاثنين من اليمن وتتحاربوا؟ يعني انت مع الروم وانت مع الفرس، وليه لو الفرس دخلت الروم مع قصادها حرب انت هتحارب الراجل اللي انتوا الاثنين من اصل واحد؟ هتحاربوا بعض؟ طب يا قلبي ما ده غلط. ايوه يا مستر فعلا، ما عشان ده بقول لك ده نقد، ده احنا بننقدهم. بص بقى، تبعيتهم السياسيه وولائهم السياسي هو السبب في بقائهم حتى ظهور الاسلام. لو قال لحضرتك يا استاذ الغالي ايه السبب اللي خلى الغساسنه والحيره موجودين لحد ظهور الاسلام؟ اولا هم تبعيتهم السياسيه لدول قويه، واحد للروم والتاني الفرس، فطبيعي مش هينتهوا خالص، مش هينتهوا خالص. ايه مش هينتهوا اللي انا قلتها دي؟ مهم، مش هينتهوا خالص. ليه؟ واحد ولاءه لدوله قويه وواحد ولاءه لدوله قويه. فسبب وجودهم لحد قبل ظهور الاسلام هم ولائهم السياسي او تبعيتهم الايه السياسيه. صعب الكلام علم كده. يعتبر الدرس الاول اصعب الجزئيات اللي فيه، اصعب الرخامه. بص خلي بالك، هو هنا مش هيسالك الغساسنه، هنا الحيره هيسالك الحيره، هنا الغساسنه هيسالك باسم القبائل بتاعتهم. فبالله عليك اوعى تنساها، تقولها بقى القبائل الاسد، قبائل الازد. يا باشا انت بصمجه انا عارفك، قولها زي ما تقولها. المهم تقطع ان الغساسنه دول اسمهم، مش هيسالك باسم الغساسنه خالص. تمام؟ ولو جابها غساسنه يبقى بيطبطب عليك وبيحبك. تعالى بقى الحياه السياسيه يا استاذ غالي. الحياة السياسية في شبه الجزيرة العربية. أولا كان النظام قبلي، كان النظام قبلي. يعني إيه؟ قبائل، لكل قبيلة شيخ، لكل قبيلة شيخ. أولا يا مستر كده النظام القبلي ده هو النظام الغالب. يعني إيه الغالب؟ السائد. يعني إيه السائد؟ المنتشر، المنتشر. أستاذي الغالي وحياة أبوك يا أخي لا تركز في اللي جاي. أولا شيخ القبيلة بيعمل إيه؟ بيدير القبيلة. سبحان ربي، بيدير القبيله ازاي يعني يا مستر؟ طب تعالى، بيخوض المعارك، يخش اي معركه، يقود المنازعات، بعد كده المعاهدات. اما بقى اخر حاجه هي استقبال الوفود. هي متهيألي مكتوبه لك وقود. فدانا، فدا اللي بيكتب يابا، فدا اللي بيكتب فداهم. خصم 3 ايام ده مبدئيا. يا باشا اديهم 3 ايام ايه؟ كتير قليلين عليهم والله، 10 فداهم. اللي بعده مهم. فاستقبال الوفود، الوفود بالفهم مش بالقاف، علامه بصمجيه. انا دلوقتي شيخ القبيله يا استاذ الغالي، شيخ القبيله لما يقود المعارك دي وظيفه ايه؟ عسكريه. سهل اللي جاي ها؟
المعاهدات وظيفة ايه؟ سياسية. استقبال الوفود سياسية برضه. يعني ايه وفود يا مستر؟ اي حد بيزور القبيلة. منازعات اجتماعية، ان المجتمع القبائل اللي جوه قبيلة بس بتتخانق جوه بعضيها. عارف يعني ايه قبيلة يا استاذ الغالي؟ عارف يعني ايه قبيلة؟ القبائل دي يا استاذ الغالي هو نظام موجود في الصحراء، عبارة عن احنا أسرة واحدة، انا وانت ومجموعة ناس كتيرة، أسرة واحدة، عيال عم وعيال خالة ومش عارف ايه، مفيش بينا غريب، كلنا عيلة واحدة. حلو يابا؟ حلو. نقعدوا نتجوزوا من بعض، ما تسرحش غلط وما تروحش في دماغك بعيد ارجوك. يعني ايه نتجوزوا من بعض عشان بس انا عارفك؟ ده انت اخس عليك اخس عليك. يعني مثلا حضرتك دلوقتي يا سيدي الغالي انت محتاج تتجوز، ده اكيد، فهتتجوز منين؟ من القبيله بتاعتنا. هتشاور على اي امراه تتجوزها، هتلاقيها بقى بنت خالك، هتلاقيها بنت عمك، هتلاقيها بنت مش عارف خالة تتجوز مش عارف مين، وهكذا. مهم ما تكونش محرمه عليك، يعني المهم انت هتتجوز وما تجيبش حد من بره القبيله. ده نظام القبائل. حلو يا عم؟ حلو. قال لك بص بقى، القبيله كان في مجلس اسمه القبيله من الزعماء القبائل. بيعملوا ايه؟ بيجتمعوا في دار الندوه، يستشيرهم شيخ القبيله. بيجتمعوا بياخدوا القرارات، وشيخ القبيله يستشيرهم، محتاج هو ممكن في اي مشكله، ايه رايكم اعمل كذا ولا كذا؟ والله شايفين ما ينفعش، خلاص عينيا هعمله، وهكذا. في الاخر بيعمل اللي هو اللي عايزه. جميل يابا. فاذا مجلس القبيله هو دور استشاري، خلي بالك من النقطه دي. حلو. حصل حروب وحصل احلاف. فين يا مستر؟ هناك عند العرب، شبه الجزيره العربيه. ايه الحروب اللي حصلت؟ حروب على الماء والمرعى. بيتخانقوا على الميه ويتخانقوا على المرعى. المرعى اللي هو اكل الماعز والخرفان. حلو. حلو. فكده الخناقات دي او الحروب دي لاسباب ايه مستر؟ الميه والمرعى اسباب جغرافيه او اقتصاديه. اقتصاديه دي تبقى عايده على المرعى، يبقى الميه والمرعى اسباب جغرافيه او اقتصاديه. حلو. عايز اقول لك بيتحاربوا على حاجات تانية. كان في حاجه اسمها الاخذ بالثأر. يعني مثلا حضرتك قتلت حد من عندي بعد الشر، فانا لازم اقتل حد من عندك، يما اقتلك انت. فلما اقتل حد من عندك انت عايز تردها لي، فتقتل حد من عندي، فعيب تعلم عليا، انا عايز اقتل حد من عندك. ده اسمه اخذ بالثأر. ودي كانت اسبابها ايه؟ اجتماعيه. احنا في مشاكل بيننا وبين بعض جوه المجتمع. جميل. الاحلاف كان في حلف الفضول وحلف المظلوم. وخلي بالك حلف الفضول ده هذكره دلوقتي، عاصره الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثه وكاتبها لك سبحان الله قبل نزول الوحي. انا شوف سبحان الله، عمال اقول انا كاتبها، انا حاسس انا كاتبها اهي مكتوب. سبحان ربي. تعالى بقى، النظام شبه الملكي ده برضه نظام سياسي كان موجود في شبه الجزيره العربيه. بص بقى، مع نشأة الممالك الحكم ملكي وراثي. يعني ايه؟ مع نشأة الممالك يا استاذ الغالي الحكم بقى وراثي في اليمن والغساسنه والحيره. في اليمن والغساسنه والحيره. مستر، هو الغساسنه والحيره جابوا النظام ده منين؟ تأثرهم بالروم والفرس. يعني كده النظام شبه الملكي بقى موجود في الغساسنه والحيره بسبب عامل جغرافي. ليه؟ انا الحيره جنب الفرس، مالهم عندهم نظام شبه ملكي، فانا الحيره اخدت من الفرس النظام. انا الغساسنه جنب الروم، والروم عندها نظام شبه ملكي فتعلمته منها. جميل يابا؟ حلو. الملك هناك بيدير شؤون البلاد. سمعتها الكلمه دي من شويه صح؟ شبه مين؟ شيخ القبيله. جدع ولا حبيب خاله، شبه شيخ القبيله. عندي كبار اسمهم كبار الموظفين، بيساعدوا الملك. دول سلطه تنفيذيه. اما حكام الاقاليم اللي هو حاكم المحافظه، نواب الملك، جمع اداره محليه. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه جمع الاداره المحليه؟ جمع كل الاداره المحليه. يعني ايه يا مستر؟ حكام الاقاليم دول بيديروا الاداره المحليه في البلد، هو المحافظ ده اداره محليه. جميل. نواب الملك يعني ايه؟ بينوبوا عن الملك في بعض السلطات. كده اسمه ايه؟ مبدأ بص المفوضيه او لا بلاش دي. مبدأ تفويض السلطه. عشان اللي فاتت كانت صعبه عليك شويه. يعني ايه مبدأ تفويض السلطه يا مستر؟ انا من سلطتي ان انا اقوم اشرح. حلو. فجبت مساعد ليا وخليته يشرح مكاني فيديو مثلا او فيديوهين تعبان فيه، والراجل ده مكاني بينوب عني، فانا كده فوضت سلطه، اديته سلطه من عندي ليه مكاني لحد ما ناجي. ده اسمه مبدأ تفويض السلطه. حلو يا عمنا؟ جميل.
حكام الاقاليم دول سلطه لا مركزيه، سلطه لا مركزيه، خلي بالك وحات ابوك طبعا انت يعني مش غريب عليك اهو. وظهور مبدا تفويض السلطه، دي كانت لون غريب شويه فانا ما كنتش واخد بالي منها، اكيد كنت واخد بالي منها بس كنت حابب اكتبها كده تاني عشان تبقى في دماغك. المجلس العام طبعا من كبار الاثرياء، ودول احد اشكال الطبقيه. يعني ايه مثلا، يعني ايه مجلس العام يبقى فيه ناس كبار الاثرياء؟ يعني ايه كبار الاثرياء؟ ناس معاها فلوس. اشمعنى دول؟ ده كده احد اشكال الطبقيه. موظفين والكهنه الموظفين والكهنه دول عايز اقول لك ان الكهنه، كلمه الكهنه هي ربط الدين بالسياسه. وليه الكهنه يخشوا في المجلس؟ وليه الكهنه يخشوا في النظام السياسي؟ ده اسمه ربط الدين بالسياسه. اوكي يا عمنا؟ جميل. الحياه الدينيه، تعالى بقى. عندي ديانات سماويه وديانات وضعيه. الديانات السماويه اللي هي نزلت من عند ربنا. الحنيفيه موجوده في مكه، ومكه دي في الشرق. لا يا ولا، مكه دي في الغرب. مين النجم اللي كتب الكلام ده؟ مكه دي في الغرب. لا والله في كل كتب كده. المهم، يهوديه في خيبر ويثرب وحمير. خيبر ويثرب وحمير موجودين فين؟ شرق وجنوب. شرق وجنوب. مستر، هي حمير دي فين؟ في الجنوب، يمن. يثرب وخيبر هتبقى في الغرب بقى. هو متهيألي غالبا اللي كتب كلمة الغرب دي مش عاجباه، مش مقتنع بيها، معرفش ليه. يبقى مكة يا أستاذ الغالي في غرب شبه الجزيرة العربية، في غرب شبه الجزيرة. وخيبر ويثرب غرب شبه الجزيرة برضه. وحمير في الجنوب. حلو. الديانة المسيحية نزلت في الشام والعراق وأجزاء من اليمن، كده شمال وجنوب. حبيب خالو، خدت بالك هو قال ايه؟ الشام والعراق. العراق فيها مملكة ايه؟ الحيرة قصدك؟ ايوه. والشام فيها مملكة ايه؟ الغساسنة. يعني انا اقدر اقول لك ان الغساسنة والحيرة اتشابهوا في ايه؟ الله، في الديانات السماوية. في الايه؟ في العقيدة الدينية. يا ولا يا ولا يا ولا يا لعيب، يا ولا يا لعيب يا حبيب خالو، دي حاجات كده طالعة كده كريزة كده وقت المحاضرة. جميل جميل. عندي العبادات الوضعية زي عبادة وثنية عبدوا الأصنام، زي عبادة الصابئة عبدوا النجوم والكواكب في الشام واليمن، زي العباده المجوسيه اللي هم الفرس كانوا بيعبدوا النار. وطبعا هي جات لنا في الشرق، خلي بالك، جات لنا احنا في شرق الجزيره، اخذناها من الفرس. جميل يابا. حلو. الحياه الاقتصاديه بقى. اولا حياه اقتصاديه، رعي، زراعه، صناعه، تجاره. رعي، زراعه، صناعه، تجاره. الرعي هو الحرفه المنتشره. ليه؟ بسبب الطبيعه الصحراويه. بسبب الطبيعه الصحراويه. الحاجات اللي مش محتاجه ان انا اشرحها سيبها لك انت حضرتك تعدي عليها الملخص وبعد كده تبدا تحل. الزراعة كانت موجودة في بادية الشام وبلاد اليمن. أولا إحنا كان عندنا زراعة ليه؟ في مناطق الآبار والعيون. ليه؟ لتوافر المية والتربة الخصبة. الصناعة نادرة. ليه؟ ما عنديش موارد، ما عنديش مواد خام كويس. ليه يا مستر؟ ما طبيعة صحراوية، لسه ما كناش اكتشفنا حاجات كتير. السيوف والرماح، وعندي أواني فخارية، وبنستخرج اللؤلؤ من خليج العربي لصناعة الحلي. اللؤلؤ ده يا أستاذ الغالي لو حضرتك لما ربنا يكرمك وتتجوزي ويجيب لك خاتم، بس تقولي لي مستر انا عايزه خاتم كده ايه، الماس. الماس دايموند، دايموند ايوه بتقول عليه دايموند. المهم الالماس ده، ولا لو جاب لك خاتم الماس ولا ده، بصي خلاص غني غنى فاحش. ما بالك بقى دي كده الالماس، اللؤلؤ اعلى منه. اللؤلؤ اعلى منه. انت ما فيش حد بيخاطب بالالماس ده، اخرهم ذهب. جميل. وعيار 18، ولو يطولوا يجيبوه عيار 12 هيجيبوه. حلو. فلو خطبك بالدايموند ده، الدايموند ده، ولا ده لعيب، خلاص غني غنى فاحش، ده ساري عربي يا مستر، ده انا بحبه موت، ده حبيبي، ده قلبي، ده روحي، ده وده وده والكلام ده كله واللازم منه. لو جاب لك بقى خاتم اللؤلؤ. فالمهم يا حبيبي خاله الكاميرا فصلت، ما اقتنعتش بكلامنا. المهم يعني الولد اللي هيجيب لك الخاتم من اللؤلؤ ده مش هتلاقيه اصلا موجود، يعني كده مش هتلاقيه اصلا. مين هيجيب لك خاتم اللؤلؤ يا بابا؟ فكري بايه؟ ما تسرحيش بقى بخيالك بقى، ما تسرحيش بقى بخيالك بقى وتقعدي تفكري بقى تقولي كلبسه بقى خاتم اللؤلؤ. مفيش يا بابا، مفيش حبيبي، خلاص. خطبي كده زي بقيه الناس. خطبي لو تطولي تخطبي بفضه يبقى وفرتي على الولع عشان الذهب غالي الفتره اللي فاتت. يلا بينا. تعال. التجاره ازدهرت ليه؟ قال لي اولا عندي طرق ممهده. طرق ممهده ده دليل على تطور علم الهندسه. ان انتوا بتخلوا الطريق ممهد يعني ميسر للتجاره، ده دليل على تطور علم الهندسه. معرفه العرب منازل الكواكب والنجوم، يعني بيعرفوا مكان النجوم والكواكب وبيمشوا على ضوء النجوم. ده علم اسمه ايه؟ علم الفلك. الله. ثالثا الموقع الجغرافي زاعد على ازدهار التجاره. رابعا امتلاك اليمن اسطول تجاري. اليمن جنوب، بص جنوب 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 وبتطل على البحر، وعملت مواني يا استاذ الغالي. ده عندها مينا بتنقل البضاعه اللي جايه من الهند ورايحه للصومال والحبشه والى كذلك، وبتروح طبعا الى مواني ايه؟ الشام.
تعالى بقى يا استاذ الغالي نكمل انا وانت الحاجات اللي هو هيركز عليها في الامتحان عشان الشغل العيال الصغيره اللي فوق ده. بص بقى، الاسواق، ودي تحت حيز الادب. السوق اولا انت عارف ان ليه اهميه تجاريه، ولكن انا جاي اقول لك ان ليه اهميه ثقافيه. ليه يا مستر؟ ميدان للتنافس الشعراء، لتنافس الشعراء. الشعراء زي ما قلت لك يا استاذ الغالي في محاضره كده واحنا بنقول لك على المنصه، وكنا بنقول لك ايه؟ ان دلوقتي ظهرت حاجه في الشارع، بيقعدوا ولد قدام ولد يقعدوا يقولوا قدام بعض يدسوا بالراب، على اساس كده ان هو يعني كده ايه، بيشتموا. احنا ايامنا الشتيمه بيشتموا شتيمه صريحه، هو لا بيشتموا بادب شويه، بيقعد يقول له بقى حاجات بقى ايه بالراب ويو يو ومش عارف، والعيال ورا تقعد بقى يقعدوا يعملوا كده على عبيطه. دي على عبيطه. جميل. فكان زمان بس كانت حاجه انقى، بيشتموا بعض بالشعر. دلوقتي بيقعدوا يشتموا بعض بكلام عجيب، اللي هو انت يا ابني انت متخلف يا ابني، هو انت كده شتمته؟ هو انت كده اتخذت حقك يعني؟ بيقول لك يعني انا كده رديت عليه وبتاع. المهم، فانا ما تروحش مع الناس المتخلفه دي. المهم يا حبيب خاله، فكان تنافس بين الشعراء، الشاعر يلقي شعر ويندب اللي قدامه بيه، والشاعر ده يقول شعر. فده كان مجال تنافس ثقافي، كل واحد بيقدم ثقافته، كل واحد بيعلي مقامه من اللغه العربيه، بيستخدم اللغه العربيه بقى ايه بحوارات. يقول له كلمه ليها مغزيين، تفهمها بقى ما تفهمهاش. ماشي، حلو قوي. تعالى بقى العلوم. اولا عندي الطب، وعرفوا التداوي بالاعشاب. التداوي بالاعشاب يعني ايه؟ العلاج بالاعشاب، بيعالج نفسهم بالاعشاب. حضرتك عارف الدور اللي ماشي دلوقتي اللي هو ربنا يشفينا كلنا منه، اللي هو دور البرد وزورك واحتقان، وعمال تشفط في ينسون ونعناع ومش جايب اي حاجه. زمان كانوا بيعالجوا نفسهم بالاعشاب طبعا، غير اليانسون والنعناع حاجات احلى، الورق الجوافه، ورق الكراويه والحاجات دي. ربنا يشفيك يعني، لو انت عندك الدور ده خد ورق ايه؟ كراويه. اوكي، ورقه وقلم ست الكل ومقادير الحاجات دي عشان ايه؟ ابنك يخف ان شاء الله. ورق كراويه تغليه غليتين محترمين، معلقه سكر عشان هو بيبقى مر على بق الولا، اشرب خلاص اتشفيت، خلصت. بعد كده حبيب خاله يتكلم مع حضرتك على حاجه اسمها علم الفلك. اولا هم عرفوا مواقع النجوم والكواكب، وقلت لك من شويه ان هم عرفوا مواقع النجوم والكواكب وساعدتهم في عمليه الايه؟ التجاره. حلو. وظهور عباده كونيه زي عباده ايه؟ قال لك عبدوا الشمس، عبدوا الشمس، والشمس دي نجم. جميل يابا، حلو. الانواء ساعدتهم. الانواء دي عباره عن ايه اصلا؟ بس عشان نشوف ساعدتهم في ايه. عرفوا اوقات هبوب الرياح ونزول المطر، وقت الرياح هتيجي امتى والمطر هينزل امتى، وده ساعدهم طبعا في التجاره والزراعه. ما فيهاش شرح دي بقى اكيد، عشان عارف حضرتك اكيد انت دماغك يعني، ولا خلاص نشرحوها يعني؟ يا سلام. تعال، انا لما اعرف وقت نزول المطر هعرف هروي الزرع امتى. لما اعرف وقت الرياح عاليه امتى هعرف امتى مش هينفع اطلع بالسفينه. ما هو لو في مثلا عاصفه خلاص مش هطلع النهارده تاجر. طب ما فيش عاصفه والدنيا هاديه، يلا بينا نطلع نتاجروا. جميل يابا، جميل. اولا الهندسه، والدليل على تطور علم الهندسه زي ما قلت لك بناء السد، وسد مين؟ سد مأرب. وشق الطرق في الجبال، شق الطرق في الجبال. لما ربنا يكرمك وتروح ان شاء الله تعمل عمره في السعوديه، هتلاقي نفسك في الطريق البري ماشي، يمينك جبل شمالك جبل. هو الطريق ده كان ايه؟ كانوا جبال جنب بعض وهم شقوا الطريق. وده دليل على تقدم الايه؟ دليل على تقدم الايه؟ علم الهندسه. الهندسه. جميل. لما يشق الطرق في الجبال هيساعدهم في تقدم الزراعه والتجاره. ممكن يشق الطرق اسف، ويساعدهم في عمليه الايه؟ التجاره. ما تعدي حبيبه خاله، يلا بينا، يلا بينا. تعالى، الفنون والعماره. الله على شويه بقى اسئله هنا، يا سلام، يخليك تكره الماده ويخليك تكره المنهج كله. بص يا حبيب خاله، تعالى بقى حبيب خاله. النحت قال لي متاثرين بالحضارات المجاوره. مين؟ قال لك مدينه الحجر او الحجر بالانباط. هتلاقيها مكتوبه عندك بالاسباط، خليها وحات ابوك بالانباط لحد ما اشوف تيم الماده العلميه اللي هولع فيه النهارده ده ماله النهارده. اكيد هما بيكتبوا كانوا بيحششوا اكيد، او كانوا بيملعينه ما تعرفش. تعالى بقى، القلاع والحصون. عملوا قلاع حول المدن لحمايتها، وده دليل على اهتمامهم بايه؟ بالتامين او الامن. ودي اسمها عماره حربيه. لما اعمل حصون او قلاع حول المدينه بتاعتي، ده اهتمام بالعماره الحربيه. اللي جاي بقى بيحبوا موت، بيعشقوا موت على الاخر. بص بقى انا عندي دلوقتي من امثله القلاع والحصون القسطل بالغساسنه. هي الغساسنه دي موجوده فين يا مستر؟ شمال الغربي. الله، ما يسالش في دي، يسال في الاتجاه. عندي اديره ومعابد، عندي اديره ومعابد.
قال لك النعمان بالحيرة وده شمال شرقي. طب عندي كنيسة الرصافة بالغساسنة وده شمال غربي برضو. عندي معبد الشمس في اليمن وده جنوب غربي. الله، كله في الاتجاهات. ايوه. طب تعالى القصور، غمران بصنعاء، صنعاء ودي جنوب غرب، جنوب غرب تحت كده. عندي بعد كده الخورنق بالحيرة وده شمال شرق. عندي المشتى بالغساسنة وده شمال غرب. كان الله في عونك في حفظ الاتجاهات، ولكن انت لو ولد لعيب وعارف الغساسنة فين والحيرة فين، خلاص كده بارك الله فيما لزق. مرة مع التانية مع التالتة هتلاقي الموضوع ده لزق في دماغك، بيسأل فيها في الامتحان كتير، مش قوي سؤال ممكن، فانا عارفك هتكرفه، ولا ما تكرفوش، هات ابوك حبيب خاله هو هيعدي منك. فاضل لك جزئيه صغيره قد كده والدرس الاول يخلص. طبقات المجتمع. طبقات المجتمع يا استاذ الغالي كانت بتتقسم على حسب 3 حاجات. الاصل، اصلك منين، انت من انهي قبيله. الحاله الاقتصاديه، شغال ايه، معاك فلوس ما معاكش فلوس. المكانه الاجتماعيه، مكانتك ايه في المجتمع عندنا في القبيله، انت يا باشا شيخ قبيله ولا زعيم ولا عبد ولا ايه، كمل ايه دنيتك قول لي. فدلوقتي يا استاذ الغالي كان بينقسم ل3 طبقات. واحد، الطبقه العليا، فيها الاحرار، الناس الحريه، حر، شخص حر. فيها اغنياء، التجار واصحاب الاراضي المزروعه الكبيره والمراعي الواسعه. بص اللي جايه. طب الطبقه الوسطى، صغار التجار. الله، ده نفس الكلام هنا. ايوه. اصحاب الاراضي المحدوده. الله، ده نفس الكلام هنا والله العظيم. واصحاب الحرف. اذا كده اقدر اقول لحضرتك تتشابه الطبقه العليا والطبقه الوسطى في ايه؟ بص 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 بص، في العمل بالنشاط التجاري. وفرت عليك انا والله، وفرت عليك، وده السؤال اللي بيحب يجيبه في الامتحان عشان اكون صريح معاك. طيب العادات اللي كانت موجوده عادات ايجابيه زي الكرم والوفاء والشجاعه والرفض الذل وكل الكلام الحلو، والله ما يسالش فيه. تعالى في دي بقى. السلبيات، شرب الخمر، لعب الميسر، عصبيه قبليه، اخذ بالثأر، وأد بنات، اغاره بالقوافل. بص، نتانه النتانه كانت في العرب قبل ظهور الاسلام، اوحش حاجه هتلاقيهم عندهم. المهم تعالى بقى، تعالى يا حبيبي خلو بقى. المفروض هتلاقي اللي قدام حضرتك دي انا مش عارف اقول ايه والله، والله ما عارف اقول ايه. المفروض يا استاذ الغالي، المفروض دي دور المرأة، ولكن هم يعني ما تتقمصيش بقى، هم مستقصدينك. كتبوا مكان المرأة البرديات، يعني شوية ورق، فاعذرينا مش قاصدين نقل من حضرتك. فعادي عادي عادي، ما تتقمصيش. تعالي احنا هنفخموها فيك دلوقتي. تعالى. اولا دور المرأة كان ليها دور اجتماعي والله العظيم كان ليها دور اجتماعي، ان هي وكانت بتعمل غزل صوف الغنم. كان ليها دور عسكري، كانت بتشارك في الحروب، تضميد الجرحى، يعني اي محارب اتجرح بتساعده وتناوله اللي ايه يقدر يشفيه. تسقي المحاربين، اي محارب بتسقيه ميه. تقرع الطبول، فيجي طالب يجي يقول لي مستر قرع الطبول ده كانوا بيبثوا الحماس في الجنود. ازاي يا قلبي؟ يعني انت حضرتك انت شايف دلوقتي احنا جيش المسلمين وماشيين كلنا بنقول الله اكبر الله اكبر، هل بقى الطبل هيحمسنا ولا الله اكبر؟ اكيد الله اكبر. قرع الطبول ده يا استاذ الغالي كان بيعملوه عشان العدو وهو بيسمعه فيفتكر ان دي صوت رجل خيل وصوت رجل جنود، فيفتكر ان في امدادات جايه فيخاف. خلي بالك يا حبيب خالو، ما حدش يضحك عليه. المهم دور المرأة برضه لسه ليها دور اقتصادي زي السيدة خديجة وعملت بالتجارة. عندي ليها دور سياسي في اتنين. واحدة اسمها زنوبية، دي ملكة تدمر، وتدمر دي موجودة عندي في الشام، والشام شمال غرب. طب اللي جاية ملكة بلقيس، سبأ اللي هي بلقيس، وسبأ موجودة فين؟ في اليمن، واليمن موجودة فين؟ في جنوب غرب شبه الجزيرة. جميل يابا. يبقى طبعا دور المرأة بعيدا عن البرديات، تمام، دور المرأة فخمناها في حضرتك اهو كذا دور: اجتماعي، عسكري، اقتصادي، سياسي. وحياة ابوك يا حبيب خاله ما تنسى الحتة دي. جميل جميل. تعالى بقى نشوف الدرس الثاني. كده الدرس الاول خلصناه بما يرضي الله، خلصنا كل كبيرة وصغيرة. نخش نشوف الدرس الثاني بيتكلم عن ايه. وما اعظم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا استاذ، اولا من سمات الرسول صلى الله عليه وسلم 3 نقط. اولا قدرته على حل المشكلات. مشكله الحجر الاسود، الصفات هتعرفها، المشاكل اللي جواها مش لازم تعرفها ومش هيسالك فيها خالص. طيب تعالى يا عم، هيسالك في انهي واحده؟ مناصره المظلوم. بص بقى، مشكله الحجر الاسود كانت القبائل بتتخانق مين هيحط الحجر الاسود في الكعبه. باختصار الشديد لما دخل عليهم الرسول فقالوا الصادق الامين، رضينا باللي هيقوله، خلاص اللي هيقوله هنرضى بيه. وقتها الرسول اقترح عليهم ان احنا نجيبه هلموا ثوب، قال لهم هلموا ثوب، يعني ادوني ثوب، حاجه اللبس اللي كانوا بيلبسوه اسمه ثوب،
وقتها قال قبيله هتمسك من الطرف اليمين، من قبيله من الطرف الشمال، قبيله من الطرف ده وقبيله من الطرف ده، ويحط الحجر الاسود في النص، ويبقى كل القبائل وضعته فين؟ في الكعبه. فدي قدرته على حل المشكله، رغبته في التامل، وكان بيتعبد ويتامل في غار حراء. طبعا دي برضو مش هيسال فيها. هنا بقى في واحد عابر سبيل وكان بيبيع بضاعه وكان مش من مكه، حلو، وابو جهل اقوى اقوياء شبه الجزيره ما رضاش يديله فلوسه. قال لهم هل من ياتي لي بحقي؟ فانا عابر سبيل، يعني انا مش من هنا. فكل ما حد يروح يقول له مين اخذ حقك، يقول له ابو جهل، يقول له خلاص مش هقدر اعمل لك حاجه. وقتها راح للرسول، والرسول قال له رد للرجل حقه، خلاص رجع الراجل فلوسه. وبالفعل رد الرجل حقه، فده دوره على مناصره الايه؟ المظلوم. جميل يابا، حلو. الصفات اللي اكتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انا لسه قايلها دي نتيجه الحرفه التي مارسها، وحرفه اللي هي ايه؟ الرعي. ممكن كمان حرفه الرعي علمته حاجه اسمها تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه، ان هو اشتغل وهو صغير عشان عارف ان عمه قال ان عمي غير ميسور الحال، عنده اولاد كتير فمش هيقدر يصرف علينا كلنا، فكان لازم يشتغل. تعالى بقى بص يا سيدي الغالي، قصه نزول الوحي. نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتها قال له جبريل اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، وبدأ يتلو الآيات الكريمة وطلع تاني. وقتها ذهب للسيدة خديجة وقال زملوني زملوني، وكان خايف. وقتها السيدة خديجة أخذته لواحد اسمه ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ده يا أستاذي الغالي دليل عن أن الراجل ده أهل علم وأهل معرفة. ليه أهل علم وأهل معرفة؟ بيقرأ كتير وعارف كتير في العلم، وقال للرسول ما تقلقش، ده الناموس اللي نزل على سيدنا موسى فما تخافش. فده دليل ان الراجل ده اهل علم ومعرفه. وعايز اقول لك على حاجه، ده اول من اعترف بالنبوه، يعني اول من قال للنبي ان انت نبي، ولكن مش اول من دخل في الاسلام، يعني اول من اعترف ان انت يا محمد رسول الله، ان ده وحي نزل عليك. جميل جميل. تعال بقى نشوف مراحل الدعوه الاسلاميه. اولا مرحله السريه ومرحله الجهريه. جهريه يعني علانيه. استاذي الغالي، مرحله السريه كانت بتتميز بالكتمان، ما بيقولش لحد غير مين؟ الاقربين. اولا لما عدد المسلمين زاد اختار دار الارقم ابن ابي الارقم عشان يعلم المسلمين امور دينهم. بص يعلم المسلمين. اذا دار الارقم يمثل اول مدرسه في الاسلام، او لو حب يرخم دار الارقم يمثل مركز للعلم، يعني مكان لتقديم العلم. جميل يابا، حلو. آمن بالرسول وقتها. بص لو مكتوبة قدامك 600 فهي المفروض شرطة 60، هي مكتوبة قدامي دلوقتي شرطة 60، فممكن تتخيل ان هي 600 تيجي تقول لك لا مصر الحق ده غلط تاني، هو لا خلاص بقى مش حكاية. هم 60 من النساء، من العبيد، من خارج قريش، من السادة والوجهاء، الناس اللي معاها فلوس، الناس اللي ذات قيمة عالية في القبائل. حلو. أما الدعوة الجهرية بتتميز بالعلانية. وقتها في عرض على علي بن ابي طالب الاقربين على الاقربين برضه. بص الاقربين برضه. اذا الدعوه السريه والدعوه الجهريه الاثنين بيتشابهوا في الايه؟ بالسريه. اسف، بدعوه الاقربين. سوري يا حبيب خالو، بدعوه الاقربين. يبقى الاثنين بيتشابهوا في دعوه الاقربين. جميل. تعال بقى نشوف موقف قريش. في البدايه ما اهتمتش، قالت لك دي امور داخليه، يا عم ده بيدعو اهل بيته، ما لناش دعوه خلاص. فاذا ده موقف ايه؟ سلبيه خالص. طب 2، مع زياده عدد المسلمين زادوا، خلاص بدات تخاف على مكانتها الاقتصاديه والسياسيه بين القبائل، قالت لك لا انا هعارض الدعوه الاسلاميه. وبدات تشوف دلوقتي طرق اساليب قريش لمواجهه الدعوه. اولا الشائعات والاكاذيب. راحت في موسم الحج، وده موسم او مكان فيه تجمعات. ابو لهب والوليد بن مغيره قعدوا يقولوا عليه انه كاذب، ساحر، يريد الزعامه، يريد الاموال. وخلي بالك اللي احنا بنعمله من شائعات واكاذيب ده بنأثر على المسلمين نفسيا، فاذا دي اسمها حرب نفسيه. 2 مفاوضات ومساومات. راحوا لابو طالب، ودي طريقه غير مباشره عشان يقول للرسول ان ابن اخاك قد اذانا. ولما بدا يسال الرسول انت اذيتهم وان كف عن الدعوه، وقتها الرسول رفض برضه.
فراح الرسول مباشرة. خد يا أستاذ الغالي زعامة ومال، زعامة ومال، خد زعامة ومال. خلاص يا عم، مش انت بتبحث عن الزعامة والمال مقابل ترفض الدعوة؟ رفض الدعوة. الله، قريش ايه؟ انت بتقولي على الراجل ده ان هو عايز زعامة ومال ورحت اديتي له زعامة ومال؟ اذا انت بتتناقضي، او طريقة المفاوضات والمساومات تتناقض مع الشائعات والاكاذيب. خلي بالك يا حبيبي، خلي من النقطة دي. الإيذاء والتعذيب. بص بقى عذبوا العبيد والمستضعفين إلى ما وصلوا إلى الرسول، وبعدين كده وقتها أدى إلى هجرة الرسول إلى إيه؟ الحبشة. بعد كده حصل مقاطعة اقتصادية واجتماعية. خلي بالك أنا يعتبر خلصت المحاضرة، يعني الكلام اللي جاي ده كله حضرتك يعني أكيد عارف معلومات عنه. أنا مش ما إلا جاي أبسط لك الموضوع أكتر من كده، مش عارفه كشرح عند مدرس، لا، لأن دي سيرة نبوية فأكيد أنت سامع الحاجات دي وأنت صغنون، ده لو أنت فاكر يعني. مقاطعة اقتصادية واجتماعية يا أستاذ الغالي. مقاطعة اقتصادية واجتماعية. أولاً قرروا قتل الرسول، قرروا قتل الرسول. وقف أبي طالب وجمع بني هاشم، وجمع بني هاشم ورفضوا قتل الرسول. ليه؟ واحد مننا، واحد مننا. إذا دي عصبية قبلية. إذا الرسول، بص، الرسول استفاد من عادات سلبية، استفاد من عادات سلبية للعرب وهي العصبية القبلية. جميل جميل. بعد كده حصل حصار لمدة 3 سنوات. حصل حصار لمدة 3 سنوات لدرجة إن هم مش لاقيين أكل، كانوا بياكلوا ورق الشجر، لحد ما ظهر زعيم وكان اسمه مش عليك، اسمه زهيرة. طلع وقال، وقتها قريش حطت صحيفة قالت لا زواج، لا تجارة، يعني لا مفيش أي حاجة مع المسلمين. خلاص. وقتها طلع زهيرة قال لك أنأكل ونلبس وبني هاشم هلكا، هنأكل الطعام ونلبس الثياب وبني هاشم هلكة، يعني احنا بناكل وبنشرب وبني هاشم اللي هم اهلنا هلكة. والله لا اقعدن حتى تقطع الصحيفة. يعني انا مش هقوم من مكاني غير لما الصحيفة دي تتقطع. ودي اسمها عصبية قبلية يا استاذ. ايوه يا حبيبي الاستاذ، كده الرسول يا حبيبي الاستاذ استفاد من العادات السلبية لتاني مرة هنا هو يا حبيبي الاستاذ. خلاص يا عمنا، حلو. تعالى بقى اساليب الرسول في مواجهة الدعوة، في مواجهه اساليب قريش. مستر، عايز اقول لك على حاجه. قول. هو كتر الاساليب اللي هو عملها دي، قريش عملت اسلوب واترفض، اسلوب والتاني واترفض، اسلوب التالت واترفض، اسلوب الرابع واترفض. ده دليل على ايه؟ اقول لك على حاجه وما تقولش لحد. ده دليل على ثبات وقوه المسلمين، وقوه المسلمين. ليه يا استاذي الغالي؟ انت لما تعمل معايا محاوله وارفض، والمحاوله الثانيه وارفض، والمحاوله الثالثه وارفض، ده دليل ان انا قوي وثابت. مش عايز منك حاجه يا اخي، انا رجل قوي وثابت على المبدا اللي انا فيه. طيب جميل قوي. تعالى بقى اساليب الرسول في مواجهه اعداء قريش. اولا واجههم بطريقه جميله قوي، الحكمه والموعظه. رفض دخول حرب مع قريش. ليه؟ خوفا من تفكك المجتمع. لو دخلنا حرب مع قريش كده احنا مجتمعنا بيتفكك. دي اسمها اسباب ايه؟ اجتماعيه، خوفا على تفكك المجتمع. 2 الصبر والتحمل، والصبر والتحمل ده كان في مرحلة الإيذاء. 3 إنقاذ المستضعفين، وبيسأل فيها حينما أبو بكر حرر بلال بن رباحة، وبلال بن رباحة ده كان عبد اشتراه وحرره، وده اسمه التكفل بالآخرين. التكفل بالآخرين. جميل يابا. فلما ممكن يجي يقول لك ظهرت سمة التكفل بالآخرين فين؟ قول له في إنقاذ المستضعفين. آخر حاجة البحث عن مراكز جديدة لنشر الإسلام خارج مكة. طبعا بسبب لزيادة التعذيب والتنكيل. تعال بقى يا أستاذ غالي، الهجرة إلى الحبشة. الهجرة إلى الحبشة حبيب خاله وقتها كان ملكها على دين سماوي. بص القلم، بص القلم، كل حاجة بتعاندني النهاردة، كل حاجة بتؤدي إلى إن أنا ما أكملش شغل، ولكن عافية ذوق. طول ما أنا صاحبة حقوق هكمل عافية ذوق. الهجرة إلى الحبشة ملكها على دين سماوي لا يظلم عنده أحد، وده كان سبب سياسي أو ديني. ليه سياسي؟ الملك. وليه ديني؟ ما هو على دين سماوي. إيه يا حبيب خال؟ طيب الهجرة على الحبشة كانت مرتين، في العام الخامس والعام السابع. في العام الخامس لأسباب اجتماعية. حصل إيه؟ وقت الإيذاء والتعذيب. طب في العام السابع كانت أسباب اقتصادي أثناء الحصار.
اثناء الحصار. طيب وقتها بعد كده برضه في البحث عن مراكز جديده للدعوه، الرحله الى الطائف كانت في العام العاشر، كان اصعب رحله وقتها. ليه؟ سبب اجتماعي، وفاه اكبر داعميه، وفاه السيده خديجه وعمه ابو طالب. وده ممكن اقول لك وفاه اكبر داعميه ووفاه اكبر ناصري، او وفاه اكبر مناصري. حلو يا عمنا؟ جميل يابا، جميل. النتائج، اتعرض الرسول طبعا لايذاء، ولدرجه ان قدمه الشريفتين جابت ايه؟ دم، وسابهم ومشى ورجع تاني. وقتها حاول يشوف اسلوب جديد، وهو الطواف على القبائل. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام هيعرض نفسه على القبائل في موسم الحج. حبيب خاله اللي هيطلع بالاستنتاج ده ويقول لي موسم الحج ده اماكن تجمعات، وكده اسلوب الرسول تشابه مع اسلوب مين؟ قريش. الله، في ان الاثنين استخدموا موسم الحج ودي اماكن تجمعات. جميل يابا، حلو. بيعة العقبه الاولى، اولا في العام ال 12 من البعثه 12 رجل من الاوس والخزرج بايعوا على الايمان بالله ومكارم الاخلاق. بيعة العقبه الثانيه 13 من البعثه 73 رجل. وقتها عمل الرسول انتخابات عشان يختاروا نقباء، 12 نقيب منهم طلع 9 من الخزرج و3 من الاوس. اشمعنى 9 من الخزرج؟ كان عددهم اكتر في دخول الاسلام، والهدف هو توحيد الاسلام. تعال بقى، الهجره الى يثرب. اولا كان الامر الهي، جاء الامر من الله. 2 مبايعه اهل يثرب، زي ما انت شايف اهل يثرب بايعوه في بيعه العقبه الاولى والثانيه. ده كده اسمه ايه؟ حسن استثمار الموارد. الرسول بيحسن استثمار الموارد. دول بيبايعوني ودول دخلوا الاسلام، فهستغلهم من ان انا انشر الاسلام عن طريقهم. تعالى بقى، قريش حاولت منعهم. اولا بقى استاذ الغالي اتفقوا ان هم خلاص هيقتلوا الرسول. وقتها الرسول عرف وبدا يخطط الى الهجره. علي بن ابي طالب هينام مكانه حتى يؤدي الودائع التي كانت لديه للناس. انت عارف ان الرسول كانوا بيطلق عليه قبل الاسلام، قبل ظهور الاسلام وقبل ما يكون نبي، قبل نزول الوحي، كان بيطلق عليه ايه؟ الصادق الامين. الصادق الايه؟ الامين. اي حد عايز يشيل حاجه وما يخافش عليها يشيلها عند محمد. فكان في حاجات كتيره موجوده، فما كانش ينفع حد يسيب البيت، ما كانش ينفع الرسول يسيب البيت ويسيب مكانه حتى الودائع ترجع لاصحابها. فساب علي بن ابي طالب. 2 النبي وابو بكر هيروحوا في غار ثور يقعدوا 3 ايام، واستخدم الرسول طرق غير مألوفه لتضليل المشركين. بص بقى، عبد الله بن ابي بكر انت هترصد تحركات المشركين. كلمه رصد يعني هتعرفنا تحركاتهم. انت كده بتقوم بدور ايه؟ مستطلع. ده لو حب يرخم عليك. اسماء بنت ابي بكر التمويل والامدادات، تبعت لنا اكل، تبعت لنا شرب. ده اسمه رعايه الرسول واصحابه اللي هو ابو بكر الصديق. عبد الله بن أريكت، بص بقى في فرق بين عبد الله بن ابي بكر وعبد الله بن أريكت، لازم تخلي بالك منه. عبد الله بن أريكت عارف طرق الصحراء، واللي انت تعرف طرق الصحراء ده بيطلق عليك ايه؟ مرشد. حصل. وده دور جغرافي، يعني هيطلق على الراجل ده ان هو عارف طرق الصحراء، هيطلق عليه مرشد. مش مرشد اللي في دماغك يعني يا جن ما تسرحش بدماغك ارجوك، دي شخصيات تاريخيه محترمه. تعال نشوف اللي بعده حبيب خاله، عشان كده الدرسين خلصوا وهنخش في الدرس الايه؟ الثالث. تعال بقى حبيب خاله تشوف الدرس الثالث بيتكلم عن ايه، وده مرجح ان هو اسئلته في الامتحان قليله. احنا اول مره السنه دي نشرح الدرس ده في مراجعه امتحان الشهر الاول، كنا متعودين اول درسين بس، ولكن برضه هندي كل حاجه حقها عشان يبقى بيني وبينك ربنا. بص يا سيدي، اولا كانت بتتكلم عن بدايه الهجره الى يثرب، فبدا يكلم حضرتك المجتمع في يثرب قبل الرسول كان عامل ازاي. اختصار الشديد يا استاذ الغالي من غير ما اقول لك تفاصيل، هي مش عليك. اولا كان عندي قبائل اسمهم الاوس والخزرج، ايه ده؟ اللي بايعوا الرسول في بيعه العقبه الاولى والثانيه، الله ينور عليك. وكان في اليهود، واليهود بينقسموا كانوا 3 قبائل، ودول المشهورين قوي. بص، بني النضير في وادي بطحان، وبني قريظه في وادي مهزور، وبني قنينقاع في الوسط. بص بقى، اللي حضرتك هتسمع ان هو بيقعد يكلمك عن الثلاثه دول ويديك فيهم افتاءات ونقعد نديك فيهم استنتاجات. ايه يابا الحاج؟ الموضوع كله ما هو الا ان اليهود دول ذكرهم المنهج عشان يقول لحضرتك ان هم عملوا فتنه بين قبائل الاوس والخزرج. تعال نشوف، تعال.
اولا العلاقه بين اليهود وبين الاوس والخزرج كانت العلاقه بينهم وفاق، مسالمه. اللي حصل، هما مين اصلا قبائل الاوس والخزرج؟ هو ده السؤال اللي كنت مستنيه. انتوا مين يا اوس يا خزرج؟ انتوا مين يا اوس وخزرج؟ قال لي يا مستر احنا جايين من اليمن نتيجة انهيار سد مأرب. الله، يعني انتوا جايين من اليمن؟ اهو مستر انت هو انت قلت حاجة جديدة؟ انت قلت حاجة جديدة يا مستر؟ ايوه احنا جايين من اليمن، سبحان ربي. طب تعال، جايين من اليمن رايحين فين؟ عند الحجاز اللي هي في الشرق. يا دي خريطة شبه الجزيرة، يا ريتك يا مستر ما كنت جبت سيرتها. هم كانوا هنا راحوا هنا، القبيلة دي راحت سافرت هنا. حلو. ايه اللي حصل بقى؟ اليهود استقبلوهم، وخلي بالك اليهود طول عمرهم بيحبوا يعاملوا الناس معاملة كويسة ما دام انت اقل منهم. ده شيء طبيعي. حلو. فاليهود كانوا بيعاملوهم معامله حلوه جدا عشان قبائل الاوس والخزرج دول كانوا جايين من هناك لا يفقهوا شيء، غلبانين خالص، ما يعرفوش غير حاجه اسمها الزراعه، ومشينا بسبب ان السد انهار. ما يعرفوش غير ايه؟ الزراعه. ما يعرفوش غير ايه؟ الزراعه. ما يعرفوش غير ايه؟ الزراعه. فوق بقى، حصل حاله خلاف. الله، طب ما تيجي تقول لي كده مستر، هو انتوا ليه اصلا كان في بينكم وفاق؟ بص بقى يا استاذ الغالي، اولا يا استاذ الغالي الرسول اللهم صل محمد، اليهود عملوا مع القبائل الاوس والخزرج هدنه، يعني معاهده، واتفقوا فيها هنتعايش سلميا مع بعض، هندافع عن المدينه. حلو. ودي هدنه لاسباب اجتماعيه، هنعيش مع بعض، عسكريه، هندافع عن المدينه. خلاص يابا. حلو. ما دام انتوا لسه ايه يعني غلبانين، قيمتكم عادي بالنسبه لنا كده، ناس تعبانه، بيعاملوهم اليهود دايما بيعاملوهم من فوق، لحد ما قبائل الاوس والخزرج بتتحسن احوالهم. مستر ممكن تقولي ليه بتتحسن احوالهم؟ لان قلت لك يا استاذ الغالي لو فاكر في الدرس الاول، يثرب هي واحه زراعيه، يثرب هي واحه زراعيه، واحنا قبائل الاوس والخزرج جايين منين؟ من اليمن، يعني ذات خبره زراعيه، فمع الوقت مع الوقت هنستغل خبرتنا واحوالنا هتتحسن. فلو جه قال لك تحسنت احوالهم، قول له بسبب خبرتهم في الزراعه، او لو حب يرخم عليك يا حبيب خاله قول له بسبب تاثرهم بالبيئه التي قدموا منها، وهنا قصدي على اليمن، وهنا قصدي على اليمن. خلاص يابا. حلو. فبسبب تحول بص بقى، مع تحسن احوالهم اتبع اليهود سياسه اسمها بذر بذور الفتنه. بعدوا يعملوا فتنه ما بينهم. مستر يجيب استنتاج عليها ازاي؟ يقول لك سياسه فرق تسد. فرق تسد، بص كاتب لك في لق تسد، يا شيخ حسبي والله نعم الوكيل في اللي بينقل. اسمها فرق تسد. يا ابني لو عملت ربنا في حياتك يا ابني وراجعت شغلك كويس يا ابني، ربنا هيكرمك. والله لو عملت ربنا رقم واحد كده في حياتك، مش عشان مثلا الفلوس ولا عشان الشغل، ربنا هيرضى عنك وهتعمل شغلك حلو. يلا يا عم، نصيحه ايه لاجل الايه على النتانه اللي عملوها. المهم، سياسه فرق تسد عشان يستعيدوا مكانتهم السياسيه والاقتصاديه. ما هو مكانتنا السياسيه ان احنا اعلى قبيله، انتوا هتبقوا اعلى قبيله مننا بالفلوس؟ لا لا لا، مش هياكل الكلام ده. فبداوا يوقعوهم في بعض، ومن هنا يبدا الرسول يجي. ووصلوا الحرب اسمها يوم بعاث، ولكن الرسول قدر يحل الحروب اللي ما بينهم، وبدأ الرسول بناء دولته في يثرب. أولا بناء المسجد، وخلي بالك بناء المسجد ده ليه كذا أهمية. بص بقى، أولا أهمية دينية وده مكان للصلاة، أهمية ثقافية علمية. اللي حصل دي مدرسة دي مدرسة دي مدرسة دي مدرسة، المسجد مسجد مكان يتفقه أو يتعلم المسلمين أمور دينهم. مستر يعني انت قصدك ان المسجد بقى بمثابه مدرسه عشان المسلمين بيتعلموا امور دينهم؟ يجي ولد شاطر يقول لي ده بيتشابه مع مين؟ اقول له دار الارقم. دار الارقم ابن ابي الارقم. ليه؟ لان دار الارقم كان بيعامل امور المسلمين دينهم برضه ويعلمهم القران الكريم. طب المسجد ليه اهميه اجتماعيه، ملتقى بين المسلمين. ملتقى بين المسلمين، عايز يحقق وحده والفه بين المسلمين، وده هيعمل حاجه اسمها توطيد العلاقه، يعني تاكيد العلاقه. مأوى للصحابة المهاجرين إلى المدينة. بص يا أستاذ الغالي، أولا هو مكان هيتقابل فيه المهاجرين والأنصار، وبرضه مكان هيقعد فيه المسلمين، أي مسلم هيقعد في المكان ده. حلو حلو. ومأوى للصحابة المهاجرين، خلي بالك المهاجرين أول مشكلة قابلتهم إنهم مش لاقيين مكان، مش لاقيين مأوى، فالمسجد حل أول مشكلة لمشكلة المهاجرين. اكتبها أرجوك. ليه؟ ليه أهمية سياسية، إدارية، تنفيذية، قولها زي ما تقولها. إيه اللي حصل؟ مركز لإدارة شؤون الحكم العسكرية والسياسية. المسجد
المسجد ما فيهوش أهمية اقتصادية، ما فيهوش أهمية اقتصادية، ما فيش عملية بيع وشراء في المسجد يا حبيب خالو، أرجوك اوعى تنسى النقطة دي. تعالى بقى، طبعا اهي كاتبها لك ايه، أول ما فقد المهاجرون هي المأوى، وده حققه المسجد. المسجد ملوش أهمية اقتصادية، والمسجد أصبح إدارة مركزية بيدير منه الايه؟ المدينة أو الدولة. تاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لأسباب طبعا نفسية وجدانية واقتصادية، اللي هي نقص رؤوس الأموال. إن أولا يا أستاذ الغالي المهاجرين هم خبرة تجارية، هم خبرة تجارية، طب ما يمارسوا التجارة معهمش فلوس، ودي اسمها نقص رؤوس أموال. خلاص يا أبويا، خلاص يا حبيب خالو. طيب المهاجرين لهم خبرة تجارية، ويثرب دي واحة زراعية. نتائج المؤاخاة، عندي نتائج اجتماعية وسياسية، الجبهة الداخلية بقت قوية، وده بقى خلى مجتمع مترابط، وده هدف الرسول من الأول خالص، إن هو يبني مجتمع مترابط. نتائج المؤاخاة القضاء على سلبيات، وهي طبعا إنهاء العصبية القبلية، وبقوا مجتمعين على أساس واحد، إن إحنا مسلمين. ثالث حاجة مواساة الأنصار والمهاجرين. بص بقى، مواساة الأنصار للمهاجرين، بيواسوا المهاجرين، دي نتيجة الإيه؟ المؤاخاة. الصحيفة مهمة من هنا للصبح. الصحيفة هدفها ايه؟ عايزة تنظم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. عايزة تعمل ايه؟ تعايش سلمي بيننا كلنا، حتى لو في ناس مش مسلمين هنتعايش سلميا مع بعض، وده هيعمل مجتمع مترابط. الله، بص تأسيس مجتمع مترابط. تعالى بقى، بنود الصحيفة ومش كتيرة، خلي بالك يا حبيب خالو. بص بقى، بنود الصحيفة، أولا المسلمون أمة واحدة، وده كده بيدعو لإنهاء العصبية القبلية. التكافل الاجتماعي، احترام امان المسلم، حمايه اهل الذمه، واستقلال مالي لكل طائفه. خلي بالك يا حبيب خالو، الجزء ده كده وما بعده، اللي هي البناء الاقتصادي والبناء العسكري، كده كده لو جاب عليها سؤال ما تقلقش، احنا كده كده هنجيبه بالحل دلوقتي مع حضرتك، عشان اصلا احنا عارفين الدرس ده، يعني لو حب يجيب درس اصلا انت في المدرسه ما شرحوش الدرس ده لحد دلوقتي، ولو شرحوه ما يبقى ممكن ما خلصوش كله، ولكن احنا عملنا اللي علينا اهو، وعملنا لك ملخص لحد الدرس الثالث، وهنجيبه لك برده بالحل عشان يبقى عملنا اللي علينا، وكده كده مراجعه الشهر الثاني هيبقى الدرس ده المفروض اول درس هنبدا بيه المراجعه. جميل يا معلم، لان ده داخل في العصب بتاع ايه؟ امتحان الشهر الثاني. اوكي يلا بينا يا معلم نشوف جزء الحل، يلا بينا. تعالى بقى يا حبيب خالو، نبدا انا وانت الحل مع بعض عشان نثبت المعلومه اكتر واكتر. يلا بينا. اتمنى من حضرتك تكون حليت الجزء ده قبل ما تبدا تحل معايا، يعني انت حضرتك هتيجي تراجع الاسئله وتشوف نفسك حليت ايه الغلط وايه الصح. يلا بينا. اول سؤال قدام حضرتك بيقول لك خلال النظام السياسي السائد. يعني ايه النظام السياسي السائد؟ النظام السياسي المنتشر، كلمه سائد يعني منتشر، في قلب شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. النظام اللي بص بيقول لك ايه؟ في خلال النظام المنتشر في قلب الجزيره، ايه اللي حصل؟ اولا، هل ظهور نظام وراثي؟ شاكك فيها. هل امتلاك بعض افراد مهام تنفيذيه؟ لا مستر، ما جالوش علاقه. وجود افراد تلعب ادوار قضائيه؟ لا مستر مستر ده كان نظام قبلي وشبه ملكي. تنوع مهام راس السلطه الحاكمه؟ ممكن، انا واثق يا مستر، انا حاسس هو هنا بيتكلم يا مستر ان النظام السياسي المنتشر في قلب شبه الجزيره، وهنا قصده على النظام القبلي. والنظام القبلي يا استاذ الغالي كان تنوع مهام راس السلطه الحاكمه. راس السلطه الحاكمه اللي هو مين؟ شيخ القبيله، كان عنده مهام كتيره، وهي عقد المعاهدات، استقبال الوفود، قياده المعارك، كل الكلام ده اسمه تنوع مهام راس السلطه الحاكمه. في طلبه تيجي تقول لي ظهور نظام وراثي في الحكم، قصده هنا على النظام شبه الملكي، ولكن يا مستر احنا بنتكلم يا حبيب خالو ان النظام السياسي المنتشر وقبل ظهور الاسلام. هو بيقول لك المنتشر، اللي كان منتشر هو النظام القبلي، ما ينفعش اقول خالص ظهور نظام وراثي في الحكم. جميل، تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول لك تمثلت اكثر الديانات انتشارا في المناطق التي تتميز بنظام الحكم شبه الملكي. ابدا انا اقول لحضرتك دلوقتي هي ايه المناطق اللي كان فيها نظام شبه ملكي؟ مستر، كانت الغساسنه والحيره. طيب صلي بينا على النبي. اسال حضرتك سؤال تاني، هي الغساسنه والحيره كان فيها ديانه ايه؟ انت قصدك كده ده طريقه حل السؤال. الله ينور عليك، ما هو انت النظام شبه الملكي دي لو عرفت مين اللي كان عنده نظام شبه ملكي جبتها. كان عندي مستر الحيره والغساسنه بس، خلاص يبقى اذا هتلاقي الايه؟ المسيحيه. اي مما يلي يخرج عن كونه دليلا على ان الحضاره العربيه كانت قبل الاسلام حضاره منفتحه على غيرها. يعني بص، في اختيار من الاربعه دول، الاختيار من الاربعه دول ما ينفعش في وجه السؤال. يعني قصده ايه؟ مش فاهم. بص، كل الاختيارات
دليل ان الاسلام منفتح ما عدا اختيار واحد. طب تعال، ازدهار بعض العلوم في بلاد العرب خاصة في الشمال، كده الاسلام منفتح. انتشار ديانة مجوسية في شرق شبه الجزيرة العربية، احنا اخدناها من الفرس. استخدام العملات الفضية والذهبية في المعاملات التجارية، مستر دي كانت في معاملات رومانية وعملات فارسية، فإذا كده برضو انفتاح. وجود نظام سياسي يخضع لدستور من العرف والتقاليد، النظام القبلي ده هل احنا واخدينه من حد من بره؟ لا. إذا ده دليل إن ده يا قلبي رقم ده ملوش دعوة خالص بإن احنا فتحنا على حضارات غيرنا. التلاتة اللي فوق دول ده دليل إن احنا فتحنا على أي حضارات غيرنا. جميل. سؤال رقم 4، اتسم الوضع السياسي لبلاد الحجاز، ودي شرق شبه الجزيرة، شرق شبه الجزيرة يعني اللي هنا كده. بيقول لحضرتك هنا اتسم يعني تميز الوضع السياسي في بلاد الحجاز بإيه؟ الوضع السياسي اللي هناك يا أستاذ الغالي، هل الخضوع لسيطرة الروم؟ لا يا مستر ما ينفعش، يبقى الإجابة دي هستبعدها. هل هو الافتقاد للنضج السياسي؟ بدات اشك في الحته دي. مستر هو يعني ايه اصلا افتقاد للنضج السياسي؟ بص، حتى القلم ما كانش عاجبه الكلام، يعني حتى القلم ما اقتنعش بالاجابه، مش راضي يشتغل، خلاص حلف ما يشتغل. قول يا قلبي اهو بسم الله. يعني ايه النضج السياسي؟ يعني مفيش وحده. يعني انت قصدك ان هم عباره عن قبائل؟ ايوه. اذا الاجابه اللي تنفع هي ب، الافتقاد للنضج السياسي، يعني مفيش وحده، مفيش حكومه مركزيه. الدولة أو الحجاز عبارة عن قبائل، مفيش حد بيحكم الحجاز كلها، كل قبيلة تتولى شؤونها والمسؤول عنها شيخ القبيلة. طب تعال. 5، كان الولاء السياسي لقبيلة الأزد. قلت لك بص مش هيسألك على قبيلة الأزد دي اسمها مين أو قبيلة الأزد، مش هيسألك يقول لك مش هيحط لك الغساسنة، لا هيقول لك قبيلة الأزد. طب أديك عرفت إن قبيلة الأزد دي أو الأزد دول الغساسنة. حلو. بيقول لك الولاء السياسي للغساسنة بعد هجرتهم للشمال، هم كانوا هنا يا أستاذ الغالي عند البحر المتوسط لو أخد بالك. إذا ولائهم لمين على البحر برضه؟ ولائهم للروم. فهمت يا معلم؟ طب تعال. تشابه جبل ابن الأيهم مع النعمان بن المنذر في عدة عوامل يخرج عنها. يعني دلوقتي جبل ابن الأيهم والنعمان تشابهوا في حاجة، تشابهوا في كل الحاجات دي ما عدا واحدة. تشابهوا في الأصل العرقي، الاثنين من اليمن. تشابهوا في المكانة السياسية، الاثنين ملوك. تشابهوا في العقيدة الدينية، فعلا يا مستر الاثنين مسيحية. لكن ما تشابهوش في الولاء السياسي، واحد ولاءه للفرس والتاني ولاءه للروم، فمش محتاجة خالص. طيب 7، استطاع بعض سكان شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء نتيجة ازدهار الزراعة. اسمع اللي جاي هتحل السؤال. لوجود التربة الخصبة ووفرة مياه الأنهار، أي من الممالك التالية عندها الكلام ده؟ أكثر تطابقا للنص، يعني عندها الكلام ده. مين الممالك دي عندها تربة خصبة ومياه أنهار؟ يجي طالب يجي يقول لي مستر يثرب لأن دي واحة زراعية، أقول له غلط. يثرب ما عندهاش انهار. يعني انت قصدي دور على الانهار. ايوه دور على الانهار. فين الانهار مستر؟ الانهار اللي انا اعرف ان هي في العراق، والعراق عندها مملكه الحيره بس. خلاص شكرا. انت معلم. طيب اي من المنشآت المعماريه الاتيه تتوقع انها كانت ملكا للنعمان ابن المنذر؟ طبعا هات لي حد في دول موجود في العراق. طبعا قصر الخورنق، عشان النعمان ده موجود في الحيره. تعالى سؤال 9، أي من الجوانب العلمية والفكرية الآتية في شبه الجزيرة العربية تتوقع أنه الأكثر يتميز بالأصالة؟ أستاذ الغالي كلمة أصالة يعني إحنا عاملينها بمجهودنا، إحنا اللي عملناها. هل إحنا اللي عملنا الفلك، العمارة، الهندسة؟ مستر يا مستر الهندسة، مستر يا مستر أنت هتيجي تقول حاجات غريبة عننا. مستر الهندسة يا مستر، أجي أقول لك غلط. لا مستر هندسة، ما إحنا عملنا سد مأرب، برضو غلط. برضو غلط. ليه؟ لأن الهندسة دي مش هو احنا اخترعنا علم الهندسة؟ لا، احنا استخدمنا الهندسة في صناعة السد، لكن اللي احنا عملناه وازدهرنا فيه هو الأدب، الشعر والخطابة اللي كنا بنمارسه في الأسواق، ده اللي خلى للأسواق أهمية تجارية وأهمية ثقافية. تميزت بوحدة المنبع وتعدد المصبات. تميزت بوحدة المنبع يعني في حاجة جاي منها كل شيء. بص، حته خرج منها مثلا نقطه ميه وترتشت في كل حته. مين اللي خرج منها نقطه ميه وترتشت في كل حته؟ تعالى بقى. بيقول لك ينطبق مضمون العباره السابقه على الهجرات السكانيه اللي نتجت عن سقوط مملكه ايه؟ طبعا مملكه سبأ، لان مملكه سبأ هي نقطه ميه وترتشت. نقطه ميه وترتشت فين؟ دي شبه الجزيره العربيه. يخرب بيت دي خريطه. احنا كنا قاعدين فين؟ في سبأ في اليمن هنا كده يا مستر. نقطه ميه ترتشت راحت فين؟ راحت العراق، راحت الحجاز، راحت الشام. جميل يا معلم. يبقى كده تعدد المصبات. جميل يابا. أي من الممالك والمدن العربية الآتية أحدث من حيث النشأة في شبه الجزيرة العربية؟ فيجي طالب يجي يقول لي الأحدث يعني أول واحدة قامت؟ لا، الأحدث يعني آخر واحدة قامت. آخر حاجة قامت في الممالك أو آخر ناس قاموا في شبه الجزيرة العربية هي طبعا الحيرة والغساسنة. غلب على المناطق التي هاجرت إليها القبائل اليمنية بعد انهيار السد مأرب. المناطق اللي هاجر إليها قبائل يمنية
عندي الحجاز، عندي اليمن، عندي الحجاز، عندي العراق، عندي الشام. الثلاثه دول بيتشابهوا في ايه؟ اكيد يا مستر، اكيد يا مستر، ملائمتهم الجغرافيه لنشاطهم الاقتصادي، لان اهل سبأ بيتميزوا بالزراعه، مش هيروحوا يقعدوا في مكان غير ما يكون فيه زراعه. فاذا دليل ان انا رحت المكان ده وعجبني وقعدت فيه، ده دليل ان هو استاذ الغالي بيلاقي النشاط الاقتصادي اللي هو ايه؟ الزراعه. 13 ترتب على اشتراكهم مع القوى الكبرى في معاركهم ضد خصومهم انهيار دولتهم. مين في الاربعه اللي جايين دول؟ مين في الاربعه اللي جايين دول اشترك مع قوه كبرى؟ اشترك مع قوه كبرى نتيجه ولائه طبعا في معركه وانهار في الاخر. اجي اقول لك انا يا استاذ الغالي قبائل الاسد للروم. ليه؟ لان قلت لك في معركه اليرموك هتلاقي ان المسلمين هزموا الروم، فوقتها انهارت مملكه الغساسنه. يعد أهم العوامل المؤثرة في الصناعات المعدنية التي قامت في وسط شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ممكن بقى أستاذ الغالي السؤال ده فيه شك شوية، ممكن طلبة تيجي تقول لي مستر هي الصناعات المعدنية عايزة إيه؟ مواد خام، فأنا ممكن أختار وفرة موارد أولية. طب أنا أجي أقول لك إن الصناعة كانت قليلة لعدم توافر الموارد الأولية، فإذا أنت ممكن تقول نشاط حركة التجارة ما دام في الوسط. ممكن اقول نشاط حركه التجاره، وخلي بالك السؤال ده فيه شك، ولكن الاجابه الادق هي نشاط حركه التجاره، لان السؤال ده كتاب خارجي فاحنا هنلتزم باجابه الكتاب الخارجي. من المتوقع ان اهم الممالك في شبه الجزيره العربيه تميزت بالصناعه الفخاريه. هي الصناعه الفخاريه دي بجيبها منين؟ بجيبها من طمي النيل، من طمي النهر، من طمي النهر. مين هنا عنده نهر؟ هل الحيره عندها نهر؟ مستر للاسف دي اول اجابه فانا اختارها. الحيره طبعا في العراق، والعراق عندها نهر دجله والفرات. اختلفت الغساسنة عن الحيرة. طبعا الحيرة والغساسنة اختلفوا في ايه يا استاذ الغالي؟ عن السياسة الخارجية او الولاء السياسي او التبعية السياسية. واحد بيتبع لروم، واحد بيتبع الفرس، لكن في الاصل العرق الاثنين بيتشابهوا، فمش هينفع اختارها، الاثنين جايين من اليمن. هو هنا بيقول لك اختلفت. ارتفعت مكانة المرأة قبل الاسلام في شبه الجزيرة العربية ووصلت لقمة الهرم الاجتماعي. استاذ الغالي هو الهرم اللي انت طول عمرك بتاخده وانت طالب في اولى ثانوي ده اللي هو الهرم الاجتماعي، اول واحد بتلاقيه مين؟ الملك، صح كده؟ اذا المجال ده هيكون مجال ايه؟ الملكه، زي ملكه بلقيس دي كده دور ايه؟ سياسي، وده اعلى حاجه في قمه الهرم. ترجع اسباب تبعيه مملكه الحيره للدوله الساسانيه الفارسيه. ليه يا علم يا ساسانيه، يا اسف يا مملكه الحيره، انتوا بتتبعوا للدوله الفارسيه اللي هي الساسانيه، ليه بتتبعوا للفرس؟ قال يا مصر والله ده ولاء سياسي. ايوه، ايه سبب الولاء السياسي بقى والسياسه الخارجيه؟ والله انا جنبهم، موقعي الجغرافي خلاني ولاء السياسي ليهم، بس يا معلم الموضوع سهل وبسيط. تعالى اخر كام سؤال في الدرس ده ونخش على الدرس اللي وراه. تأثرت حرفة الزراعة في شبه الجزيرة العربية بعلم ايه؟ استاذ الغالي هي حرفة الزراعة هنستفاد انهي علوم هيفيدني في الزراعة؟ الكيمياء لا، الانواع انا مش فاكر ايه، الفلك شاكك فيه، الطبيعة لا مستر مش هحتاج فيها حاجة. هي الزراعة يا مستر أنا محتاج أعرف إيه؟ محتاج أعرف إمتى المطر هينزل، ما عشان إحنا شبه جزيرة عربية، إحنا صحراء بنعتمد على مية الأمطار، فإذا علم الأنواع اللي هيعرفني وقت نزول المطر. يرجع استخدام العرب في غرب شبه الجزيرة العربية للعملات الفارسية والرومانية قبل الإسلام بسبب إيه؟ طبعا يا أستاذ الغالي هو أنت عملة، أنت دلوقتي معاك عملة وانا قاعد جنبك، قاعدين جنب انا وانت دلوقتي على الكرسي دلوقتي، انت قاعد جنبي ومعاك عمله ووريتها لي وانا استخدمتها، هل ده يا استاذ الغالي استخدمتها ليه؟ هل انت فرضت عليا ده ولا ليه ولا لا؟ ولا لا؟ قول رد عليا ما تخافش. هل فرضتها عليا؟ لا ما تعرفش تفرضها عليا، انت قاعد جنبي فوريتها لي، فسبب ان انا شفتها وهستخدمها ان انت قاعد جنبي، فاذا بسبب التاثر بالدول المجاوره. فعمليه التجاره واحنا بنبيع ونشتري لقينا ان الفرس بيدونا عملات فارسيه والروم عملات رومانيه، ما مش كناش فاهمين ايه ده يا ابني، قال لك دي عملات بتاعتنا، فبسبب عمليه التواصل اللي بيني وبينك انا كده عرفت الايه؟ العملات الفارسيه والرومانيه. كده بقى يا استاذ الغالي ما نطولش عليك في الدرس ده، تعالى الدرس الثاني يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اي من الاتي يمكن استنتاجه من تنقل النبي له في طفولته وشبابه بين مكه وديار بني سعد وبلاد الشام؟ انا دلوقتي يا استاذ الغريب مكه وديار بني سعد وبلاد الشام، الرسول في طفولته وشبابه اتنقل بين الثلاث حتت دول. يمكن استنتاج ده بقى، ممكن يقول لك يمكن استنتاجه، يعني مش حاجه اكيده، ممكن نستنتج ده. ينفع نقول حرص قريش على تلقي النبي للعلم بالخارج؟ لا، ما كانوش بيهتموا بالعلم يعني وقتها. امتلاك النبي شخصيه منفتحه؟ شاكك فيها.
وجود وحدة سياسية بين الأراضي شاكك فيها. نشر الدعوة الإسلامية في جميع أجزاء شبه الجزيرة، لا وقتها ما كانش لسه بينشر الدعوة. إذا أنا شاكك في ب وج. فطالب يجي يقول لي مستر أنا شاكك إن هي وحدة سياسية بين الأراضي. هاجي أقول له يا أستاذ الغالي إزاي وحدة سياسية وهم عبارة عن قبائل وما كانش لسه في نظام يجمعهم يخليهم تحت وعاملين وحدة سياسية لوحدهم؟ فإذا أقدر أقول أو أستنتج إن النبي ذو شخصية منفتحة على المجتمع. جميل يا معلم؟ عشان كده بقول لك يمكن استنتاجه. مثلت بيعة العقبة الثانية في العام الثالث عشر من البعث نقطة تحول في الدعوة الإسلامية. عشان هي عملت إيه؟ طبعا عشان هي مهدت لبناء الدولة الإسلامية. كان من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهة أعداء قريش واضطهادها للدعوة الإسلامية إنقاذ المستضعفين. هو أنا هنقذ المستضعفين إمتى؟ لما يحصل عملية إيذاء وتعذيب. رجل ضعيف بيتم تعريضه لإيذاء وتعذيب، فإحنا هننقذ المستضعفين في الوقت ده. يتمثل القسم المشترك بين أول مراحل الدعوة الإسلامية وهجرة الرسول إلى يثرب في الاعتماد على. أستاذ الغالي أنا دلوقتي أول المراحل هجرة الرسول إلى يثرب، وأول المراحل هي أول المراحل كانت بتتميز إيه؟ بالسرية، والهجرة إلى يثرب تتميز إيه؟ بالسرية عشان برضو قريش ما تعرفش. إذن أسلوب الكتمان والسرية. 5. يعد العامل المشترك بين مرحلتي السرية والجهرية للدعوة الإسلامية. طبعا الاثنين دعا فيها الأقربين. يتضح من خلال دراستك أن أحد سمات التي تدل على مواطن الاقتداء بالنبي خلال مرحلة طفولته تتمثل في الرسول في طفولته كان عنده حاجة اسمها تحمل المسؤولية. لما قلت لك قال إن عمي غير ميسور الحال فكان لازم يشتغل، فده دليل إن هو بيتحمل المسؤولية. ترجع أصول أوائل الذين أسلموا من خارج مكة في المرحلة العلنية. هم اللي أسلموا مين؟ هم قبائل الأوس والخزرج. وقلت لك قبائل الأوس والخزرج دول جايين منين؟ انا دلوقتي يا سيدي الغالي عارف ان قبائل الاوس والخزرج دول يا مستر جايين من اليمن، واليمن كان فيها سبأ وهم دول السبب في الايه؟ ظهور قبائل الاوس والخزرج. ظهر التزام محمد باحد بنود حلف الفضول. هو حلف الفضول ده بيعمل ايه؟ نصرة المظلوم. فهنا عملها امتى؟ لما اعان رجل لاخذ حقه من ابي جهل، كده نصر الايه؟ المظلوم. يدل لجوء السيدة خديجة لورقة بن نوفل في مسألة الوحي على أهمية الاعتماد على إيه؟ طبعا أصحاب المعرفة وأهل العلم. طلب النبي أثناء بيعة العقبة الثانية انتخاب 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. يستدل من مضمون العبارة السابقة أن الرسول أرسى إحدى مبادئ طبعا الديمقراطية. هو قال لهم انتخبوا الناس اللي هينوبوا عنكم، فده مبدأ ديمقراطي. أنا مش هقول غصب عنكم، لا أنتوا اللي هتقولوا مش أنا اللي هقول. جميل. ظهرت تبعيات ايجابيات للتجاور الاجتماعي. جميل قوي السؤال ده. بين الاوس والخزرج مع اليهود في يثرب من خلال ايه؟ بص يا استاذ الغريب، كلمه التجاور الاجتماعي يعني الاوس والخزرج قاعدين جنب بعض. حلو. طب لما قعدوا جنب بعض فادونا في ايه؟ فادونا ان احنا عملنا تمهيد لاهل يثرب عن الاسلام. مستر ازاي؟ لان اليهود حدثوا الاوس والخزرج عن ان في نبي هيظهر قريب، وطبعا كان اليهود بيقولوا ان هو هيكون نبي منهم. فلما قبائل الاوس والخزرج عرفوا بوجود النبي والنبي محمد عرض نفسه عليه، فكده هم كانوا سامعين اصلا فامنوا بيه بسهوله. فاذا ده اسمه تمهيد لاهل يثرب عن الايه؟ الاسلام. من المعروف ان الشائعات والاكاذيب لها تاثير كبير على استقرار حياه البشر. قريش طبقت المقوله دي للتاثير على المسلمين من ناحيه طبعا ايه؟ النفسيه. عماله تقول عليهم كلام مش بتاعهم، فعايزين ياثروا عليهم نفسيا عشان يبطلوا دعوه اسلاميه. حاول الرسول صلى الله عليه وسلم نشر الدعوة الإسلامية في بداية المرحلة الجهرية بالاستفادة من إيه؟ طبعا الاستفادة من التجمعات الاقتصادية والاجتماعية. أنا قلت لك راح وقف على جبل الصفا عشان يدعو فيه الناس لدخول الإسلام. أقيم أول مركز للعلم. بص أول مركز للعلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اوعى تنسى. مارس النبي حرفة الرعي في طفولته مما ساعد على اكتساب بعض الصفات أهمها. طبعا هينفع أقول المسؤولية والتواصل مع الناس؟ هو الرعي هيعلمني التواصل مع الناس؟ لا، بس هيعلمني مسؤولية. إذن الإجابة غلط. سداد الرأي وحسن المشورة؟ هو الرعي هيعلمني ده يا راجل عيب. الأمانة وحسن التصرف؟ ماشي شاكك فيها. ولا الصبر وتحمل المشاق؟ الأدق حبيب خاله هي الصبر وتحمل المشاق، لأن الرعي ده بيمارس في منطقة صحراوية. ان شبه الجزيره العربيه طبعا هتعلمه ده يا راجل، ده انت القعده في الصحراء لوحدها هتعلمك الموضوع ده. كان اول رد فعل لقريش بالنسبه للدعوه الاسلاميه قالت لي ان انت يا مستر دي مساله داخليه، بيدعو اهله بني عبد المطلب وبني هاشم. لا خلاص ملناش دعوه خلاص. اذا ده كده سلبيه، ما تدوش اي رد فعل.
هدفت دعوة الرسول المسلمين بالخروج من مكة لأول مرة. احنا هنخرج من مكة لأول مرة ليه؟ قال لك عشان التخلص من اضطهاد قريش. وارجع لنص الكتاب هتلاقي ان انا صح. عشان بس ما تقعدش تقول لي ايه ده؟ بس يا مستر بس أول مرة مستر ازاي يا مستر؟ لا يا مستر لا، شاكك في الإجابة يا مستر. شك مع نفسك. حرص الرسول وأصحابه على عدم استخدام القوة اتجاه قريش في مرحلة الدعوة الإسلامية المكية لأسباب إيه؟ طبعا خوفا من تفكك المجتمع، ودي أسباب اجتماعية. سبحان الله سبحان الله، أسئلة إحنا عمالين نهرسوك في الملخص، نصها جت هنا. طبعا إحنا طلبة المنصة تيجي تقول لك يا مستر أنا في أسئلة أول مرة أشوفها، عادي مفيش مشكلة. ده حاجة كويسة. احنا هنطلع نحل معاك نفس الحاجة اللي حليناها قبل كده يا راجل. اتسعت دائرة إيذاء وتعذيب قريش للمسلمين عندما إيه؟ طبعا الدائرة اتسعت لما زاد عدد المسلمين داخل مكة. أي من الشخصيات التالية استحق ثقة الرسول أثناء مرحلة الدعوة الجهرية؟ هو طبعا النجاشي، عشان وثق فيه وقال لك إن ده ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وطبعا كان قد الثقة ورفض تسليم المسلمين لقريش. مثلت يثرب التربة الخصبة لانتشار الدعوة الإسلامية بفضل، طبعا بفضل إيه؟ أستاذ الغالي، هي ينفع أقول طباع قوة العلاقة بين الرسول وأهلها؟ ما كانوش لسه يعرفوه. قربها من بلاد الحبشة؟ لا طبعا بعيد. موقعها الجغرافي؟ لا طبعا. طباعها وسمات أهلها إن هم بيتميزوا بالرقة واللين وعدم التكبر. تعالى يا أستاذ الغالي، الدرس الثالث وآخر درس. سعى الرسول منذ هجرته ليثرب إلى وضع اللبنات الأولى للدعوة الإسلامية بتحقيق إيه؟ طبعا هو كان عايز يعمل مجتمع مترابط، والمجتمع المترابط هيكون عايش بسلم اجتماعي. تمثلت أكبر الصعوبات والتحديات اللي واجهت المسلمين بعد هجرتهم من مكة إلى يثرب طبعا نواحي اقتصادية واجتماعية. معهمش فلوس يشتغلوا، ومكان غير مكانهم، وأصلا مش لاقيين مكان يقعدوا فيه. النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي مكن الأنصار اللي هم أهل يثرب من توفير المؤن اللازمة للمهاجرين بعد هجرتهم ليثرب هو طبعا إيه؟ الزراعة. لأن لو أخد بالك إن الأنصار دول اللي هم الحجاز جايين منين؟ من أهل سبأ، وهم كانوا خبرة إيه؟ زراعية، ويثرب واحة زراعية، فخلي بالك. يدل التعاون بين الأنصار والمهاجرين في المدينة وتقسيم الممتلكات بينهم على إيه؟ طبعا التكافل الاجتماعي. أنا بتكفل بيك. ما ينفعش تيجي تقول لي مثلا احترام حقوق المواطنه. احترام حقوق المواطنه ده لو انا هسيبك عايش كده عادي وما اكلمكش، لكن انا بساعدك وبقسم ممتلكاتي معاك، فده اسمه التكافل الاجتماعي. يرجع الموطن الاصلي لقبائل الاوس والخزرج. طبعا مستر دول جايين منين؟ إيه؟ من سبأ. سبأ دي فين؟ في قصدي في اليمن. ويمن دي فين؟ في انهي؟ في شبه الجزيره العربيه. لو رسمنا الخريطه نلاقي ان اليمن هنا. اذا ده جزء ايه؟ جنوبي غربي. اللي فاشل اتجاهات ادي الجزء، ادي بص ادي ده الجنوب كده اللي شاورت عليه. طب اللي هنا ده كده جنوب غربي، عشان بين الغرب والجنوب. رجعناك ابتدائي عشان تفهمها. حاول اليهود استعادة مكانتهم بيثرب قبل هجرة المسلمين من خلال طبعا اسلوب فرق تصد. ان انا قلت لك ان هم بيعملوا بذر بذور الفتنة، عايزين يفرقوا ما بينهم عشان يستعيدوا مكانتهم. تمثلت أولى خطوات النبي لتأسيس مجتمع مترابط بالمدينة. عايزه يكون مجتمع مترابط طبعا إقرار صحيفة المدينة. مستر هو أنا ليه ما أقولش إن أولى الخطوات بناء المسجد؟ يا أستاذ الغالي هو هنا بيقول لك أولى الخطوات عشان يكون مجتمع مترابط، لكن بناء المسجد ده أولى خطوات لتأسيس الدولة الإسلامية. لكن هنا أنا بقول لك عايزه مجتمع مترابط. إذن عشان إحنا خلي بالك في ناس غير مسلمين معانا، فعايزين المجتمع يكون مترابط، فهنعمله ازاي؟ بوضع قوانين، بوضع الدستور. ساهم بناء مسجد الرسول في المدينة الى ايه؟ طبعا عمل ان هو كان مأوى كان ملتقى بين المهاجرين والانصار، ومأوى للمهاجرين، وده طبعا ساعد على توطيد العلاقه بينهم، يعني تثبيت العلاقه ما بينهم او تقويه العلاقه ما بينهم. واذا الاجابه هتكون توطيد العلاقه بين المهاجرين والانصار. فيجي طالب يجي يقول لي ليه ما اقولش حل المشكلات الاقتصاديه للمهاجرين؟ المشكله الاقتصاديه للمهاجرين ان هم ما كانوش اصلا مش عارفين يشتغلوا عشان خبرتهم تجاريه، فالمسجد مش هيحلها. وانا قلت لك المسجد ملوش اهميه اقتصاديه. اسفرت سياسه اليهود ضد القبائل العربية بيثرب قبل ظهور الإسلام عن إيه؟ طبعا عملوا بينهم فتنة، فدخلوا في حروب سميت بحروب يوم بعاث، اللي هي حدوث صراعات قبلية طاحنة. الأوس دخلوا صراعات مع الخزرج بسبب فتن اليهود هم اللي زرعوها. تعد من العقبات التي واجهت المهاجرين عند ممارسة التجارة. أولا إحنا هنمارس تجارة بس معناش فلوس، ودي كانت مشكلة اقتصادية، فمعناش فلوس يتقال عليها افتقاد وجود رأس المال للتجارة أو افتقاد رؤوس الأموال. ترجع براعة الأوس والخزرج في النشاط الزراعي القائم على اقتصاد يثرب. أصلا هم جايين منين؟
من اليمن، واليمن اصلا كانت فيها ايه؟ زراعه. فاذا سبب ان انت بارع في الزراعه بسبب الحته اللي انت جاي منها، وقلتها لك في الاستنتاجات، واذا تاثرهم بالبيئه التي قدموا منها. يعد الهدف الرئيسي من اصدار الرسول الصحيفه المدينه. انا دلوقتي هدفي من ان انا اعمل صحيفه، وهدفي ان انا اعمل صحيفه، هل انهاء الانقسامات بين الاوس والخزرج؟ لا يا مستر ما تنفعش. هل ينفع اجي اقول المؤاخاه بين المهاجرين والانصار؟ لا مستر، ما احنا كنا حاطين الصحيفه ده عشان نعمل تنظيم علاقه بيننا وبين اليهود وبين الناس الغير مسلمين. طب خلاص، ينفع اجي اقول وضع اسس الدوله الاسلاميه الوليده؟ شاكك فيها. طب ينفع اجي اقول حل مشكله المدينه الاقتصاديه؟ لا مستر، مش هتتحل بالقوانين، ده حلها طبعا باستصلاح الاراضي وقنوات الري ومشروعات الري وهكذا. فاذا هي وضع اسس الدوله الوليده، يعني الدوله اللي احنا لسه عاملينها لازم نحط لها قوانين عشان تمشوا عليها. هجرت قبائل الأوس والخزرج قبل الإسلام من اليمن إلى يثرب لأسباب إيه؟ انهيار السد. انهيار السد، والسد ده احنا ماشيين ليه؟ عشان عايزين نعمل زراعة، فإذا أسباب اقتصادية. أي مما يأتي يمكن وصفه بالإدارة المركزية الثابتة في الدولة الإسلامية هو المسجد النبوي، إن هو كان مكان لإدارة إدارة الحكم إدارة الحكم عسكريا وسياسيا. اشتعلت الفتنة بين الأوس والخزرج بيثرب لأسباب إيه؟ اليهود عملوا فتنة بينهم عشان يرجعوا مكانتهم الاقتصادية والسياسية، يبقى أسباب الفتنة سياسية واقتصادية. حققت الصحيفة التي أقرها الرسول بعد هجرته للمدينة مبدأ المواطنة. يجي طالب يقول لي أن المسلمين أمة واحدة، غلط. ليه بس كده بقى مستر بقى؟ أنت كده لا خلاص بقى، لا 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 كده أنا مش حابب الموضوع، لا أنا هقفل الفيديو. اقفل الفيديو. المواطنة دي يا أستاذي الغالي إن إحنا نعيش كلنا واحد. كلنا اللي هو مين في المجتمع؟ هل مسلمين بس في المجتمع؟ لا مستر، مسلمين ويهود. إذا المواطنة هنا في الاختيارات هتبقى الدفاع المشترك ضد أي عدو. بص حتى القلم فصل أهو، مش مقتنع حتى برأيك، يعني حتى مش عاجبه الرأي. الدفاع المشترك ضد أي عدوان. إحنا واليهود هندافع عن بعضينا ضد أي حد خارجي، وده اسمه مبدأ الإيه؟ المواطنة، يعني كلنا واحد. كلنا واحد. جميل. تضمنت الصحيفة التي أقرها الرسول بعد هجرته للمدينة على بعض القيم الإيجابية الموروثة عن العرب قبل الإسلام. إيه الحاجة اللي تورثناها عن قبل الإسلام من العرب والرسول أقرها؟ وهي نصرة الإيه؟ المظلوم. بص القلم خلاص بقى كده، قال لك بص بقى أنتوا كده جايين تلعبوا وتهزروا. حقق سوق المدينة الذي أنشأه الرسول أهدافا اقتصادية وطبعا أهداف اجتماعية، وإن أنت لما تعمل السوق طبعا هيحل المشكلة الاقتصادية للمهاجرين، وطبعا هيساعدهم على الشغل، والشغل هيجيب لهم فلوس، فإذا هيخلي المجتمع مستقر، وده مشكلة اجتماعية. آخر كام سؤال يا حبيب خالو. أدى إنشاء الرسول للسوق المناخة بعد هجرته للمدينة طبعا حل مشكلات المهاجرين، إن هم ما كانوش عندهم شغل. الأرض يعني يثرب عمرها زراعية، هي أرض زراعية، هي واحة زراعية زي ما قلت لك في أول المنهج، فإذا ما فيهاش أسواق. فلما الرسول هدفه من إنشاء السوق عشان يحل مشكلة المهاجرين اللي ذات خبرة تجارية ومش لاقيين مكان يشتغلوا فيه، وما لهمش دعوة وما بيفهموش في الزراعة. أكثر ما تحتاجه مصر لتطبيقه حاليا من إجراءات الاقتصادية التي قام بها الرسول بعد هجرته في المدينة، طبعا أكتر حاجة احنا عايزين نعملها زي الرسول لما عمل التشجيع على استصلاح الصحراء اللي عندنا. والرسول شجع على استصلاح الأراضي وقال لك من أحيا أرضا فهي له. كده حبيب خالو احنا يعتبر حاولنا على قدر الامكان نشمل كل صغيره وكبيره. اتمنى من حضرتك الملخص اللي انت حضرتك حملته ده ما تتعاملش معاه ان هو ورقه وقلم كده وخلاص، لا اتمنى ان انت حضرتك تحمله، ولو تقدر تطبعه اطبعه، ودايما علم على الاستنتاجات اللي احنا حطيناها لك والافكار اللي احنا حطيناها لك، لان ده مش تعب واحد بس، ده 2 و3 و4 و5 عشان نقدر نشمل لك استنتاجات يمكن تساعدك في الامتحان. وده ان شاء الله ثقه في الله، وان شاء الله هتلاقيها بتساعدك في الامتحان. ومش استنتاجات هينه، احنا لو عايزين نجيب كل الاستنتاجات كنا حطينا لك كل شيء وكل اي حاجه موجوده، ولكن احنا حطينا لك الحاجه اللي هي فعلا اللي فيها تفكير، مش الحاجه التافهه. هديك نصيحه، احنا ما نقدرش، احنا كمدرسين ما ينفعش نخش نقول لك كل الاستنتاجات كلها كده ونيجي نقول لك يلا حبيب خالو دي الاستنتاجات بتاعت الدرس الاول كلها يلا احفظها، انت كده ما استفدتش حاجه. فحبيب خالو حط في دماغك ان مهما كان كلنا بنحاول نوصل معاك باسهل الطرق، نوصلك للي انت عايزه ونسهل عليك الطريق باسهل طريقه ممكنه.
فلو عايزين نصعبها عليك هنصعبها عادي جدا، ده سهل، امرها سهل هنا كمدرسين. و السبب في الاول وفي الاخير ان احنا وصلنا ان احنا نسهلها لك او احنا نعمل لك مجهود، وطبعا ده فضل من عند الله. فيا استاذي الغالي ما تعتمدش ان انت في مدرس هيحفظني الاستنتاجات هخش الاقيها، ما ينفعش، ده غلط جدا جدا جدا. ما كانش زمانك فتحت ودورت على مراجعه امتحان شهر عشان انت منيل الدنيا اصلا. جميل. طيب شد حيلك يا حبيب خالو، ولو احتجت اي حاجه هتلاقي ارقام التواصل بتاعتنا موجوده عندك المنصه. احتجت اي حاجه، احتجت اي فيديو، طبعا بالنسبه لطلبه السنتر محتاجين اي جزء شرح عايزين تسمعوه تاني مفيش مشكله، احنا تحت امركم. طلبه المنصه عندك الفيديوهات طبعا مفتوحه لك، انت تقدر تتفرج على الفيديو يمكن مليون مره لو محتاج. ماشي يا معلم، اشوف وشك على خير، اخوك وحبيبك عبد موسى، سلام.